ولكن ما كناش ساكنين فيها بوحدنا، كانت قبيله كامله ديال الجن ساكنه معنا في نفس الدار. قال ليه راه عائلتك كامله ممسوسه بالجن، وبدا الفقيه كيصرع في العائله كامله. قال لنا حاجه صدمتنا صراحه، قال لنا كاينه قبيله كامله ديال الجن ساكنانا كاملين الا انا. ما كنتش كنتخيل شي نهار انه غادي نعشق ونتزوج جنيه. جاتني فاتين بواحد الصوره كتخلع وديال بصح، نط من النعاس بالزربه، وديك النهار ما قادرش نتحمل صافي. قلت مع راسي هذا الموضوع اليوم خاصو يسالي. اشنو؟ كما سمعتي كلب وسط البحر. الباطو ديالنا اصلا ما فيش الكلاب، جاب كلب وسط البحر. تصدمت حيت لقيت النائب والسيد اللي خليته معاه لاصقين مع بعضياتهم وما قادرينش يتحركوا من كثره الخلاء. مشيت لبيتو وحليته. فيصل ما كانش في بلاصتو، وما حسيت براسي حتى طحت في الارض ونعست في البلاصه. وقالت لي كيف ما حرقتي لي قلبي يا زكريا قسما بالله حتى غادي نحرق لك قلبك. جات لحظه محاكمتي من طرف الجن. قالوا لي باللي كيف ما انت خديتي من عائله فاتين اغلى ما كتملك، غادي ناخذوا منك احسن واغلى واجمل حاجه في حياتك. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أخباركم خوتي؟ نتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله. كما العادة اليوم جبت لكم قصة حقيقية لواحد الشخص سميته زكريا. اش وقع لزكريا وللعائلة ديالو مع الجن، واشنو وقع لزكريا بوحده مع جنية عاشقة. أحداث صراحة مثيرة مشوقة مرعبة ورومانسية. قبل ما نبداو، هذا ثالث فيديو عندي في هذه القناة، بغيتكم تدعموني باش نقدر نكمل، وبارطاجيو الفيديو اذا ما عجبكم. بدينا مشينا. انا سميتي زكريا من عائله فقيره بزاف. الفقر ديال العائله ديالي كان كيبان ليا في الضحكه ديال الوالد ديالي، وحتى في الابتسامه ديال الوالده ديالي. الوالد ديالي سميتو حمادي، والوالده سميتها مريم. الوالد والوالده الله يعمرها دار. ملي كنقول الله يعمرها دار وكنقول هاد الهضره ماشي كنشكرهم حيت هما الوالد والوالده، لا، حيت هذه هي الحقيقه اللي شفتها بعينيا. شفت الوالد ديالي كيحرم راسو من بزاف ديال الحوايج باش يخليني احسن واحد قدام صحابي وقدام الناس ديال العائله، وشفت الوالده كتحرم راسها حتى هي من بزاف ديال الحوايج محتاجاهم غير باش تخليني ضاحك وفرحان وما ناقصاني حتى شي حاجه. العائله ديالي ماشي انا الدري الوحيد اللي عندهم، كاين خويا هشام واختي اسماء، كانوا صغار مني، كنت انا هو الكبير فيهم. بدات القصه ديالي ملي كانت عندي 16 عام. اسماء كان صغار مني بشي 3 سنين تقريبا، وهشام كان صغار مني ب5 ديال السنين. الوالد كانت الخدمه ديالو بسيطه بزاف على قد الحال. الحاله الماديه ديالنا ماشي فقيره، تحت من الفقر، ولا تقدر تقولوا وناس معدومين ما عندهم حتى شي حاجه. ولكن والله ورغم الفقر اللي كنا عايشين فيه كنا حامدين الله على النعمه اللي عايشين فيها. وثيق بيا رغم الفقر اللي كنا عايشين فيه ورغم ذلك كنا محسودين حيت كنا فرحانين وحامدين الله، حيت كنا دائما ضاحكين رغم اننا ما كان عندنا والو حتى حاجه حرفيا، ورغم ذلك راضين وحامدين الله وشاكرينه. كان الوالد ديالي كيقول لي زكريا الا حسيتي بالنقص شوف راسك في المرايه، شوف ربي شنو عطاك، وشوف النعم ديالو، البصر، الذوق، الشم والسمع، وانك انسان كامل مكمول ما ناقصك والو، واحمد الله على هاد النعم كامله اللي عطاك. النقص ولدي ما عمره كان سببه الفلوس، النقص الحقيقي هو اللي كيحس به بنادم الداخل ديالو. رضى بالقليل غدا غادي يجيب الله الكثير. حلم وخدم وتكرفس باش تحقق الحلم ديالك. زكريا ولدي عرف غادي يجي واحد النهار اللي غادي تضحك فيه على هاد الايام اللي كتعيشها، ولكن ولدي ضروري تحقق الحلم ديالك، ضروري تقاتل باش توصل للهدف ديالك. الخدمه ديال الوالد كانت حمال في المرسى. المدينه اللي كنسكنوا فيها مرسى، والوالد ديالي ملي كنت صغير كان كيديني معاه للمرسى، كنشوف الخدمه ديالو اللي كيخدم. ولكن ما عرفتش العذاب ديال الوالد ديالي اللي كان كيدوز في الخدمه ديالو حتى كبرت وفهمت. الخدمه ديال الوالد هي اقل خدمه كاينه في المرسى. ملي كانوا كيجيو الباطوات، هاد الباطوات كانوا كيكونوا عامرين بالسلعه. ملي كانوا الباطوات كيوصلوا للمرسى كيجيو الخدامه كيطلعوا للباطو وكيخويو السلعه، والوالد كانت هذه هي خدمته. الوالد كان ملي كيرجع من الخدمه
كان كيجي مهدود مسالي ما كيقدرش حتى يتحرك. حتى ديك الجلسه اللي كنا كنبغيوه يجلسها معنا ما كانش كيقدر يجلسها معنا بكثره العيا. بسبب هاد الامور ممكن كاين شي ناس كيتقلقوا منها، وكاين الى يومنا هذا كيقولوا ان بانا ما شبعناش منه. ولكن انا هاد الامور عاوناتني باش نبني شخصيتي، وخلاتني نبني هدف كبير ويكون عندي طموح كبر، وخلاتني نتقاتل باش نوصل للاهداف ديالي ونحققها. ملي كنت صغير كنت كنشوف في الوالد ديالي وكنقول ليه غادي يجي النهار غادي نخليك ترتاح، غادي يجي النهار اللي ما غاديش نخليك تضرب فيه تماره. كنا كنسكنوا في دار في حي شعبي، دار صغيره بزاف، دار كامله فيها 2 بيوت صغار، حتى الصالون ما كانش عندنا. بيت كينعس فيه الوالد ديالي وبيت كنت كنعس فيه انا وخوتي. الدار اللي كنا ساكنين فيها من كثره ما انها قديمه قسما بالله الباب ما كانش كيتسد. عاقل هذه ما عمرني غنساها في حياتي. قبل ما كنا كنعسو كان الوالد ديالي كيجيب البوطه الكبيره وكيحطها ورا الباب. كنت كنسول الوالد ديالي ملي كنت صغير واش ما خايفش يدخلوا علينا الشفاره. كان كيضحك وكيقول لي الشفار اللي غيدخل عندنا ولدي راه مسخوط الوالدين، حيت هو باغي يشفر ملي غيدخل عندنا وغيشوف حالتنا غادي نبقاو فيه، غادي يدور معنا وغادي يمشي في حالاته. بعض المرات الفقر كيكون نعمه وامان للناس الحمد لله، ورغم هادشي ما عمر طرات لينا شي حاجه بحال هكا. واش باقيين عاقلين؟ قلت لكم الدار ديالنا صغيره بزاف، يلا قدانا حنا وبزز، ولكن ما كناش ساكنين فيها بوحدنا، كانت قبيله كامله ديال الجن ساكنه معنا في نفس الدار. اش بغاو عندنا؟ علاش ساكنين معنا؟ هاد السؤال ما لقيتش لي جواب في هذاك الوقت. قبل ما نقول لك كيفاش الجن كانوا عايشين معنا وكيفاش عرفنا باللي راهم ساكنين معنا واخا ما عمرنا شفناهم، بغيت نقول لكم باللي الخدمه ديال الوالد ديالي في المرسى خلات الوالد ديالي مسطي على البحر. من كثره ما عزيز عليه البحر الوالد ديالي كياكل غير الحوت، ماشي الحوت اللي كيشري من الحوانات ولا من السناكات، لا الحوت اللي كيصيدو براسو. من غير الحوت اللي كيصيدو الوالد مستحيل ياكل لك شي حوت اخر. والصراحه كاين حتى واحد السبب اخر، حيت الحوت غالي والوالد ما يقدرش يشريه، والاعتراف هذا اعترف لي به حتى كبرت. هاد الحوايج اللي كان كيخبي علينا الوالد انا فرحان بهم اليوم. علاش؟ حيت ما عمرو بين لينا انه ضعيف، ما عمرني شفت وجهه الضعف. داكشي علاش كنفتخر به اليوم. الوالد من كثره ما انه مدمن على الحوت الوالده عيات نفسيا ومرضات بسببه، حيت بسبب الحوت اللي كان كيجيب الوالد الريحه ديال الدار كامله كتولي خانزه. الوالده النهار كامل سانيكر وجافيل والبخور وكتدور في الدار، لدرجه ان جيراننا من كثره ما كيشوفوا الوالده ديما مشعله المجمر كان كيحسب ليهم باللي سحاره. وهذا الشيء كامل بسبب الوالد والادمان ديالو على الحوت. واحد النهار ما عمرني نقدر ننساه، هذاك النهار الوالد جاب بزاف ديال الحوت وقال الوالده طيبي لينا شي شويه منه. الوالده ديك النهار واقيلا كان فيها الجوع بزاف، طيبت اكثر من قياسنا، شاطوا 2 حوتات كبار بزاف. المهم كلينا الحمد لله وشبعنا. الوالد شاف هذوك 2 حوتات شاطوا وقال الوالده صافي خليهم حتى الليل ونتعشاو بهم ونسوا. الوالده قالت لي صافي وداك الشيء اللي دارت. المهم داز النهار حتى وصل العشاء. داك النهار الجيران ديالنا واقيلا كانت عندهم شي عراضه، المهم دقوا علينا وعطاونا طبسيل كبير ديال اللحم بالبرقوق. خديت من عندهم الطبسيل ودخلت. هذاك النهار بالنسبه لي انا والهشام والاسماء كان عرس، غادي اليوم ناكلوا اللحم. اخوتي صراحه واخا كنا عائله فرحانين وضاحكين وناشطين ما كانش كيدخل الدار الا في الاعياد وفي المناسبات. واحد الحاجه اخر باش ارتاحوا من الحوت ديال الوالد اللي قارنا به، حطيت الطبسيل وسط البيت وعيط ليهم اجيو تاكلوا. انا راه ما غادي نتسنى حتى شي واحد. جا الوالد وقال لي اش واقع مالك كتغوت وفرحان؟ قلت لي اللحم الوالد اللحم، باغي تاكل زيد تاكل، ما بغيتيش الحوت ديالك راه كيتسناك في الكوزينه. الوالد جلس معنا ودخل طول وعرض في الطبسيل، والوالده جالسه كتنقر علينا. علاش؟ على قبل الحوت. اش هذاك الحوت غنلوحوه؟ اش نديرو به دابا؟ غادي غير يضيع. الوالد قال ليها ساهله طاحت ولقيناها، حطيه في الثلاجه وغدا نتغداو به. والوالده قالت لي واخا صافي. هزات الحوت وداتو وحطاتو في الثلاجه. جا وقت النعاس كلشي نعس. في الصباح فيقتنا الوالده باش نمشيو للمدرسه. ملي فقت سولتني وقالت لي زكريا واش كليتي الحوت اللي كنت حاطه في الثلاجه؟ قلت ليها لا البارح تعشيت نعست وكاع ما فقت بالليل. سولتها علاش ما جاوباتنيش وقالت لي نوض وجد كتبتك.
مشات عند هشام واسماء وسولتهم شكون فيكم اللي كلا الحوت اللي كان في الثلاجه. هشام كيشوف اسماء واسماء كتشوف في هشام. هشام قال الوالده ماشي انا، واسماء حتى هي قالت لها ماشي انا، حتى حد فينا. الوالده قالت لنا حتى باكم قال لي ماشي انا، يعني انا اللي كليته. ولكن اخوتي الغريب في الامر هو ان الحوت تكال بارد، ماشي شي واحد خرجو وسخن وعاد كلاه، لا تكال كيف ما خرج من الثلاجه. لا واللي غريب كتر الحوت ما شاط فيه والو من غير الشوك، حتى العينين ديالو تكالو والجلده حتى هي تكالت، بقى غير الهيكل. مستحيل بنادم ياكل كل شيء وحتى العينين وما يخلي حتى فرتيته وما تطيح ليه حتى فرتيته. الوالد تعجب من القضيه، ولكن ذاك الوقت ما تسوقش بالمره. ولكن القضيه الثانيه اللي وقعت مع اختي اسماء، هنا عرفنا كاين شي سر عندنا في الدار اللي عايشين فيها. هذا السر ما عرفناش حتى طرات هذه القضيه. كنا ذاك النهار جالسين بالليل كنتعشاو. ذاك النهار كنا كنتعشاو في البيت ديال الوالد، كنا كاملين دايرين على الطبله. اسماء اختي ملي كتريح ما كتسكتش من الهضره، دو 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 دو، ما كتردش لسانها لفمها. مستحيل اصلا شي نهار تشوف اسماء اختي كتاكل وساكته، الا داك النهار اسماء كتاكل وما كتدويش. الوالد تعجب قال لها انتي مالك اليوم ساكته، ياك ما واقع لك شي حاجه؟ اسماء ما هضرات ما تكلمات، شافت فيه واحد الشوفات غراب ورجعت كتاكل بحال الوالد ما هضرش معاها، كاع ما حاشاتو ليه كاع. حتى لشويه اسماء ناضت ومشات للطواليت. حاشاكم الطواليت كانت لاصقه في البيت ديال الوالد، البيت اللي كنتعشاو فيه، وكان الباب ديال البيت محلول. انا اصلا كنت مزير وكنت باغي ندخل الطواليت. اسماء دخلت للطواليت وطولات، ماشي طولات، غرقات في الطواليت. صافي انا ملي وصلت فيا العدم نتعدى للطواليت وبديت كندق عليها حتى حد ما كيجاوب. بديت كندق بالجهد ما بغاش تجاوبني. اسماء حلي الباب راني مزير. اسماء اشد البساله حلي الباب. اسماء واش كتسمعيني؟ والو، حتى واحد ما كيجاوب. هنا الوالد تخلع وحتى الوالده تخلعات، كلشي ناض كيدق عليها. حلي الباب، مالك اسماء اش واقع لك؟ الوالد بقى كيشوف وبدا كيدفع الباب بكتفه حتى تهرس الباب. والغريب اسماء ما كيناش في الطواليت. ولكن الفاجعه اللي صدمتنا اسماء ناعسه في البيت الاخر. هنا الوالده تصدمات، كيفاش؟ شكون اللي دخل للطواليت وشكون اللي سد الباب ديال الطواليت من الداخل؟ هنا الوالده مشات للبيت باش تفيق اسماء. اسماء 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 فيقي. اسماء ملي فاقت من النعاس قالت لينا اشنو واقع مالكم؟ قالت ليها الوالده اسماء كنتي معانا ملي كنا كنتعشاو ياك؟ قالت ليها لا. علاش نتوما كليتو بلا ما تفيقوني؟ يا قلت لكم فيقوني، انا راه كان فيا الجوع بزاف. هنا بديت كنشوف في الوالد وحتى الوالد بدا كيشوف فيا، وعرفنا ديك الساعه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك طاريه في الدار. هنا الوالد ما صبرش، لبس حوايجو بالزربه ومشى للجامع اللي حدانا. تقريبا كانت شي 9:30 ديال الليل. دق على البيت ديال الامام، حلي الامام وقال للوالد اش واقع ياك لاباس؟ قال لي الوالد واقع عندنا شي حاجه في الدار وداك الشيء غريب. وعاود للفقيه القصه الاولى ديال جوج حوتات والقصه الثانيه اللي وقعت مع اختي اسماء. الفقيه قال ليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سير انا غنلبس وغادي نتبعك. جا الفقيه وبدا كيقرا علينا كاملين. بدا بالوالد هو الاول. الوالد طاح ما بقى كيحس بوالو. من وراها اسماء اختي حتى هي طاحت، وحتى الوالده حتى هي طاحت، ومن وراهم طاح خويا هشام. كلشي اللي كيسمع الرقيه الشرعيه طاح، الا انا ما وقع لي والو. هنا الفقيه خاف. الفقيه شاف فيا وقال لي اسمع ولدي، انا غادي نحبس دابا حيت ما خاصنيش نقرا عليهم كاملين في مره واحده. قلت لي علاش؟ قال لي يا ولدي من بعد نفهمك. الفقيه ما بغاش يقول لي حيت ديك الوقت انا راه باقي صغير، في ذاك الوقت عندي 16 عام. الفقيه خاف يقول لي اش وقع لخوتي والوالديه ونتخلع. خاف عليا مسكين، خاف نتصدم ولا نتخلع وتوقع لي شي حاجه من الصدمه او الخلعه، حيت داكشي اللي كان في العائله حاجه ماشي عاديه، داكشي كان كيخلع ديال بصح. ولكن الغريب في الامر علاش كلشي طرا لي هكا وانا ما فيا والو؟ هذا هو السؤال اللي حيرني. ولكن الجواب ديال هذا السؤال عرفته، ولكن عرفت الجواب غير هو عرفته معطل شويه. الفقيه بدا كيرش الماء للوالد والوالد فاق، ولكن مدعدع وفيه الدوخه. وهذا الشيء عاوتاني داروا مع كلشي وكلشي ناض. خرج الفقيه والوالد لبرا. انا كنت كنتصنت عليهم من مورا الباب. الفقيه قال للوالد هاد الهضره اللي غادي نقول لك السي حمادي محال غتفهمها، ولكن الهضره اللي غادي نقول لك راه هادشي اللي واقع عندك في الدار. قال ليه راه عائلتك كامله
ممسوسه بالجن، وقال ليه ماشي حد هنا وحبسات، قال ليه راه كاينين جن اخرين ساكنين معكم في الدار. الوالد شاف الفقيه وقال ليه بسم الله الرحمن الرحيم، واشنو المعمول دابا؟ قال ليه الحل هو غدا غادي نجي لعندكم وغادي نرقيكم بالواحد، ما نقدرش نرقيكم كاملين في دقه واحده. قال ليه انا صافي عرفت اشنو عندكم. قال ليه الوالد واخا الله يجازيك بالخير. النهار الثاني الوالد ما مشاش للخدمه حيت كان خايف بزاف علينا. جا عندنا الفقيه من مورا الصلاه ديال المغرب، واول واحد بدا كيرقي فيه هي اختي اسماء. حط الفقيه يديه على راسها وبدا كيقرا عليها حتى اختي اسماء طاحت وغيبات. والغريب انه ملي طاحت اختي اسماء بدا راجل كيدوي مع الفقيه بدا كيسولو وقال ليه واش انت مسلم ولا كافر؟ جاوبو الجن وقال ليه انا مسلم. الفقيه قال ليه اش بغيتي عدها؟ قال ليه انا ساكن معاهم. الفقيه قال ليه خرج منها. جاوبو الجن لا ما غاديش نخرج، وإلا خرجتيني ما غاديش تقدر تخرج تاني. انا كنسمع الهضره وانا من الداخل راه شاداني الخلعه. دوي مع راسي اش هادشي اللي طاري لينا، اشنو هادشي اللي ساكن اسماء، وعلاش كيهضر بصوت ديال الراجل؟ انا ديك الساعه ما قدرتش نصبر، بقيت كنبكي وحتى الوالده بدات كتبكي. خويا هشام حتى هو بدا كيبكي، وحتى الوالد حتى هو بدا كيبكي، كل شيء بدا كيبكي. هنا الفقيه تعصب وقال لنا كل شيء خرج من البيت، ما نبقى نشوف فيكم حتى واحد، بقى معاه غير الوالد ديالي. كنا كنسمعوا اشنو طاري في البيت حيت الدار صغيره. الفقيه كيهضر مع الجن وكيقول ليه خرج، وما بغاش يخرج منها. الفقيه هنا تبلوكا، ما بقاش عارف اش غيدير، بقى كيقرا والجن اللي فيها كيغوت، والفقيه كيقرا والجن كيغوت، كيحبس وكيقول ليه خرج، والو. الجن كيجاوبو ما غاديش نخرج واخا تبقى تقرا عليا حتى الغدا. بقى شي كيقرا وهاد المره طول بزاف وكاع ما وقف. اسماء اختي بدات كضرب في الفقيه. اسماء اختي الصغيره الدريويشه الظريفه المؤدبه الكيوت ما عرفتش منين جابت هذيك القوه باش تقدر تضرب راجل كبر منها. بقات كضرب في الفقيه حتى شد ليها الوالد يديها. حتى شويه اختي اسماء حلت عينيها. فداك الوقت الفقيه قال للوالد صافي خرج اسماء وجيب لي هشام. فعلا هشام دخل عند الفقيه والفقيه بدا كيقرا على هشام. نفس الموضوع بقى كيتكرر، كاين جن ساكن خويا هشام. هنا الفقيه فهم القضيه وقال للوالد غادي نحبس، انا غادي نسالي القرايه. الوالد سولو علاش، جاوبو القضيه عندكم كبيره بزاف، خاصكم فقيه احسن مني، فقيه يكون متخصص في اخراج الجن، احسن مني واقوى مني في الرقيه الشرعيه. قال لي الوالد انا ما كنعرف حتى شي واحد، الا جات على خاطرك السي الفقيه ورينا انت شي واحد. فعلا الامام ديال الجامع ورانا واحد السيد جا في واحد المدينه بعيده علينا تقريبا بشي 100 كيلومتر. الفقيه اللي ورانا الامام معروف بزاف، كاع الناس كيجيو لعنده من كاع البلايص. هذا الفقيه الجديد ملي عرف الموضوع ديالنا قال لنا نتوما غادي تجلسوا معنا فتره طويله. الوالد قال ليه ما يمكنش، الخدمه ما نقدرش نخليها وحتى الفلوس ما عنديش باش نقدر نبقى هنايا. قال لنا الفقيه اقل حاجه يمكن تجلسوها هنا سيمانه. قال لي الوالد واخا سي الفقيه ما عندنا ما نديرو، كما كيقول المثال ما عند الميت ما يدير قدام غسال. وبدا الفقيه كيصرع في العائله كامله. قال لنا حاجه صدمتنا صراحه، قال لنا كاينه قبيله كامله ديال الجن ساكنانا كاملين الا انا. الوالد سول الفقيه علاش العائله كامله والا زكريا؟ قال له الصراحه ما عنديش شي جواب نقولوا لك. الفقيه قال للوالد كاينه شي امور خاصك ديرها باش تحسن دارك. المهم عطاه بزاف ديال الامور، رقيه شرعيه يقراها يوميا، وعطاه ماء ديال القران، وعطاه زيت العود حتى هو مقري عليه القران، وبزاف ديال الحوايج باش نستعملوها في الدار. ولكن ورغم ذلك الجن ما بغاوش يمشيو في حالاتهم. وصلنا لواحد المرحله لدرجه اننا ولينا موالفينهم ومتعايشين معاهم وصابرين على الاذيه ديالهم، لدرجه ملي ولات كطرى شي حاجه ما بقيناش كنتسوقوا ليها وما بقيناش كنخاف، ولينا الا طرات شي حاجه كنبقاو نضحكوا، لدرجه انني انا وخوتي ولينا عاطينهم السميات على حساب الافعال اللي كيديروا. وصراحه ما كانوش كيأذونا بشكل مباشر، الاذى ديالهم كانوا كياخذوا الماكله، كيهرسوا الطباصل، كيحلوا الباب ويسدوه. وهذا الشيء اللي كانوا كيديروا معنا كانت رسائل باغيين يوصلوها لينا. بعض المرات كنفهموها وبزاف المرات ما كنفهموهاش. حتى المناسبات اللي فيها الموسيقى ديال الشعبي ما بقيناش كنمشيو ليها، حيت من بعد الزواج ديال ولد عمي اللي مشينا ليه واللي من بعده قررنا ما نبقاوش نمشيو للمناسبات، كان الوالد طاح
وخويا الصغير حتى هو طاح، وبداو كيتركلوا في الارض وكيديروا شي حركات ويخرجوا شي اصوات غراب. وهنا كلشي في عائلتنا ولا كيخاف منا وهمشونا لدرجه ما بقاوش كيجيو لعندنا وما بقاوش كيعرضوا علينا في المناسبات، رغم اننا حنا ما اديناهم وما ادينا حتى شي واحد وما بيدينا حتى شي حاجه. ورغم هادشي اللي كان كيطرى لينا كنت مازال كنحلم نوصل للهدف ديالي، ورغم هادشي كنا عايشين ناشطين فرحانين بحال ما واقع والو. خديت البكالوريا ودخلت للمارين، وهنا بديت كنحقق جزء من الاحلام ديالي. زكريا اللي الناس في المرسى كانوا كيعيطوا عليه ولد الحمال، اليوم ولا كابيتان زكريا، الكابيتان اللي كيقود الباطو، الكابيتان اللي ما كتحرك حتى شي حاجه في الباطو الا بالموافقه ديالو، الكابيتان اللي حقق الحلم ديالو باش يفرح مو باه. ما عمرني غادي ننسى نهار دخلت على الوالده وانا لابس اللبسه ديال الكابيتان، كانت غادا تطير من الفرحه. ساليت قرايتي ودرت ستاجات وعشقت عالم البحر والسفن. هذاك الدري الصغير اللي كان كيبقى يشوف في باه كيضرب في تماره على كتافو في الباطو، اليوم هاد الدري الصغير ولا هو اللي كيسوق هاد الباطو، ولا هو اللي كيدخلو المرسى، وهو اللي كيوصل هذيك السلعه اللي كان باه كيهزها على كتافو، ولا هو اللي كيديها من مدينه لمدينه اخرى ومن دوله لدوله اخرى. قدمت في الخدمه ولات عندي خبره ديال 5 سنين. هنا قلت للوالد صافي بركه، خاصك ترتاح الوالد. الوالد ديالي تقلق عليا بزاف وقال لي علاش الكابيتان زكريا، واش ما بغيتيهمش يعرفوا باللي باك كان حمال؟ قلت لي لا الوالد، شكون اللي قال لك هاد الهضره؟ انا كنفتخر بك وباقي كنفتخر بك قدام العالم كامل، وكنفتخر بك اليوم. انا اليوم الكابيتان زكريا ولد الحمال. غير الوالد بغيتك ترتاح شويه، بركه عليك من العذاب ومن تماره، واليوم انا كنتخلص مزيان ونقدر نعيشكم مزيان. بغيتك ترتاح انت والوالده وتعيشوا حياتكم بلا تكرفيس. الوالد ما بغاش، جات عنده حتى الوالده ودوات معاه، والو ما بغاش. كما كيقول المثال طارت هبطت معزه. قبل بغيت نقول لكم ملي وصلت لهذا المستوى بفضل الله اشنو درت. اول حاجه درتها خرجت والدي وعائلتي من هذيك الدار وكريت لهم دار كبيره وجبت لهم احسن الفقهاء باش يداوي خوتي. والخبر اللي زوين ان الاذى والجل اللي كان فيهم مشاو ولله الحمد، ولاو عايشين فرحانين، والخلعه اللي كانت فيهم الحمد لله ما بقاتش اليوم. الوالد ومن بعد محاولات بزاف باش نقنعوه، الحمد لله عطات الاكل ديالها وريح من الخدمه. ولكن المشكل ان الوالد ما بغاش ياخذ من عندي الفلوس، حيت الوالد ما عزيزش عليه يجلس في الدار. الوالد عزيز عليه تماره، عزيز عليه التكرفيس، عينا معاه، حنا باغينو يرتاح ولكن هو اللي في راسو. الوالده جات عندي وقالت لي زكريا بارك على باك، خليه على خاطرو، باك موالف تماره وموالف الخدمه، الا جلستي في الدار غادي غير يمرض، خلي باك على خاطرو، خليه يدير اللي بغا، فهمت؟ وداكشي اللي درت. انا حياتي ولات من بحر لبحر، من باطو لباطو، من دوله لدوله، والحمد لله ورضيت الوالدين. درت بزاف ديال السفريات، ما عمر وقعت لي شي حاجه ولله الحمد. ولكن ورغم ذلك واحد الحلمه حلمتها واحد النهار ما بغاش تحيد ليا من بالي. في هذيك الحلمه جاتني دريه زوينه بزاف، من كثرة الزين اللي فيها ما عمرني شفت بحالها في حياتي كامله. الزين اللي كاين في هذيك الدريه زين ما كاينش بحاله، ما كاينش خوه. هذيك البنت اللي كنعاود لكم عليها كانت لابسه تكشيطه بيضاء، ولكن ورغم الزين اللي فيها عينيها كانوا كيتحولوا مره من دريه ظريفه بزاف لواحد دريه كتخلع وشريره ومجرمه، ولكن ورغم ذلك كتبقى زوينه. هذا الحلم ولا كيتكرر معايا ديما، تقريبا كل سيمانه مره كنشوف نفس الحلم بنفس التفاصيل، عامين كامله على نفس الحال. ومن كثرة ما هذيك البنت عاجباني بزاف ما بقيتش باغي نتزوج. والوالده كتخلي حتى كتحلى الجلسه عاد كتقول لي جبت لك بنت فلان، جبت لك بنت فلانه، يلا معانا شوف الدريه بنت فلان، يلا معانا شوف الدريه بنت فلانه، راه تقدر تعجبك وتزوج بها وديروا وليدات. كنت كنقول لها لا الوالده انا ما بغيتش نتزوج، والوالده والو ما كتفاكش معايا. حتى لواحد النهار الوالده قالت لي الا ما تزوجتيش ها السخط ها الرضا. صافي اخوتي
ديك الساعه تبلوكيت، ما عرفتش اش غادي ندير، حيت الوالده والوالد ضحاو معنا، نعطيهم حياتي كامله وما نشوفهمش مقلقين مني. ديك النهار حتى الوالد ديالي حتى هو تدخل في الموضوع وقال لي خاصك تزوج ولدي، بركه كبرتي بغيت نشوف وليداتك قبل ما نموت. ناضت الوالده وجابت لي ليسته كبيره ديال الدريات اللي كتعرفهم باش نختار منهم وحده نتزوج بها. قلت لها الوالده شكون اللي عاجبك انت؟ قالت لي كلهم الله يعمر ليهم الدار. قالت لي واش عرفتي جارنا السي محمد؟ قلت لها عرفتو. قالت لي عنده بنت ما شاء الله تبارك الله، جمال واخلاق، كتبان لي هي اللي غادي تجي معاك ولدي. قلت لها صافي الوالده ما يكونها خاطرك، وتوكلنا على الله. قدات مع الوالده الامور باش نمشيو نشوفوا الدريه. داكشي اللي كان ومشينا شفناها. صراحه ملي مشينا نشوفوا الدريه كنت فرحان بزاف، صراحه شعور زوين انك غادي تتزوج وغادي دير واحد الحياه جديده. واخا في الاول راه ما كنتش باغي الدريه. المهم دخلت عند الدريه، شفتها دريه ما شاء الله تبارك الله، حتى ملي جلست معاها لقيتها قاريه وواعيه، العقليه ديالها عجبتني بزاف. ولكن الغريب هو ملي خرجت من عند ديك الدريه نفسي ضاقت عليا بزاف وحسيت براسي مخنوق. داك الشيء ما عمرو وقع ليا في حياتي، ولكن ما قلت حتى شي حد، ما بغيتش نخسر عليهم الفرحه ديالهم. اشنو السبب ديال داكشي اللي وقع ليا ما عرفتش، والله ما عرفت. ملي كنا راجعين في الطوموبيل الوالده قالت لي اش بان لك ولدي، اش بان لك في الذوق ديالي؟ قلت لها الله يعطيك الصحه الوالده، كتعرفي تختاري تبارك الله. قالت لي يلا سير وجبد فلوسك وخلينا ناخذوا الخاتم وخلي باك يتفاهم مع باها على الصداق باش نضربوا البيض في الكحل. قالت لي يلا خليني نزوجك ونتهنى منك. قلت لها واخا الوالده ما يكون خاطرك، ما تعود غير الصلاه على النبي. رجعت للدار ديك النهار ما جاينيش النعاس، بقيت غير كنفكر فيها. كانت سميتها سلوى، بقيت غير كنفكر حتى نعس بلا ما نحس. هذيك النعسه ديال هذيك الليله كانت غريبه بزاف. حلمت بنفس الدريه اللي كنت كنحلم بها. هذيك النهار ما كانتش لابسه تكشيطه بيضاء، كانت لابسه درباله كحله، وكانت هازه في ايديها جنويه. بقات كتقرب مني وشداتني وبدات كتخنق فيا وكتقول لي انت ديالي زكريا، انت ديالي انا بوحدي. بغيت غير نهضر معاها ما قدرتش، خانقني بالجهد. ملي حيدت ايديها قالت لي انا العشيقه ديالك وما غادي تديك مني حتى شي وحده. قلت لها شكون نتيا؟ قالت لي انا العشيقه ديالك، انا مراتك، وانت زكريا ديالي بوحدي. وإلا فكرتي تزوج شي وحده اخرى والله زكريا ما غادي نخليك تعيش نهار واحد مرتاح في حياتك. ملي كنكون كنحلم عادي ما كنعقلش على الحلمه، ولكن ملي كنحلم بفاتي كنعقل على كاع التفاصيل ديال الحلمه. فقت من النعاس ديك النهار مخلوع، وبقيت كنقول مع راسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش هاد الحلم هادي؟ مشيت عاودت الوالده الحلمه اللي حلمتها بالليل، وقالت لي ما ديش في راسك ولدي، هذا راه غير بوغطاط. بقات كتعاود لي على بوغطاط، والصراحه قنعتني. النهار الثاني جا وقت النعاس وحلمت بها عاوتاني. هذيك الدريه بكثرة ما بقيت كنحلم بها بزاف عطيتها سميه وسميتها فاتين. فاتين فديك النهار جاتني في الحلم، وغادي نقول لكم واحد الحاجه محال واش تيقوها. انا وفاتين تزوجنا، وليت كل نهار ملي كيجي وقت النعاس كنكون فرحان بزاف. علاش؟ حيت غادي نتلاقى مع فاتين في الحلمه. وغادي نقول لكم عاوتاني واحد الحاجه اخرى غادي تجيكم غريبه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فاتين ولات مراتي، تزوجنا ولينا كل نهار على نفس القصه. واحد النهار جات عندي الوالده وقالت لي راه قادينا الامور وحددنا النهار ديال الخطوبه وصافي راه غادي نخطبوا لك سلمى. كنت باغي نقول لها الوالده لا ما بقيتش باغي نتزوج، ولكن ما قدرتش نخرجها من فمي حيت ما بغيتش نقلق الوالده. مشينا وشرينا الخاتم وجوج من الحاجه وداكشي ديال الخطوبه راكم عارفين، ومشينا لعندهم. وفعلا خطبت سلوى. ملي رجعنا للدار ضاقت عليا نفسي بحال المره الاولى ملي مشينا باش نشوفوا سلوى، ولكن هاد المره كنت خايف من فاتين وداكشي اللي غيطرى في هذاك النهار. جات عندي فاتين في الحلمه.
هذاك النهار ما شفتهاش كيما موالف كنشوفها، فاتين زوينه، فاتين طريفه، لا جاتني فاتين بواحد الصوره كتخلع وديال بصح. شفتها بواحد الصوره كتخلع، عينيها كحلين وشعرها طويل وطفارها طوال، كتخلع ديال بصح. وقالت لي والله وما فسختي الخطوبه ديالك مع سلوى حتى نعذبك ونعذبها حتى هي معاك. قالت لي انت زكريا انت ديالي انا بوحدي. داك النهار كنت باغي غير نفيق من هذيك الحلمه، ولكن اللي اكتشفته انا داك الشيء اللي شفتو في الحلمه ماشي حلمه، داك الشيء كان بصح، حيت اللي اكتشفت انني ملي فقت كانت قدامي وبالزربه غبرات. هادشي اللي طرا معايا بغيت نعاودو لشي واحد، بغيت نفرغ قلبي على شي واحد، ولكن ما كنتش قادر حيت ما كانتش عندي الشجاعه. علاش؟ حيت عارف ما كاين حتى شي واحد في هذا العالم غيقدر يطيق. المهم فسخت الخطوبه ديالي مع سلوى، خليت الامور غاديه بشكل عادي، كملت حتى وصلنا للعقد، وهنا ولات سلمى مراتي، ولكن ما قادرتش نجيبها لداري حيت باقي ما درناش العرس. والحاجه اللي كتخلع هو النهار اللي مشينا باش نسينو على العقد. الدار اللي جبنا فيها الفقيه باش يدير لنا العقد شعلت فيها العافيه، والناس اللي كانوا حاضرين كاملين هربوا. انا تصدمت حيت عارف السبب وعارف باللي داكشي اللي وقع ما كانش صدفه، ولكن الحاجه اللي ضراتني وحزات ليا في قلبي هي سلوى، حيت الفرحه ديالها تحولات للحزن وتحولات للبكاء، حيت هذيك النهار لغينا ديك الحفله. ولكن اللي غريب بزاف سلوى عيطت ليا في التليفون وقالت لي شوف اسمح لي بزاف ولكن راه ما غاديش نقدر نكمل معاك هذا الزواج. قلت لها علاش يا سلوى اشنو اللي طرا؟ قالت لي نفسي ضيقه عليا من نهار خطبتيني وانا معذبه ما بقيتش قادره نتحمل. قلت لها واش بسبب العافيه اللي شعلات ديك النهار؟ قالت لي لا نفسي ضيقه بيا وحاسه بان هذا الزواج هو السبب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اش هذا الشيء ولا كيطرى معايا؟ من بعد ما عيطت لي سلوى في التليفون في نفس النهار جات عندي فاتين في الحلم. فاتين في ديك النهار كانت كتضحك وقالت لي يا قلت لك يا زكريا، يا قلت لك انت ديالي بوحدي وما تيقتينيش. كانت كتضحك بالجد وضحكه شريره، ضحكتها كانت كتخلع. نط من النعاس بالزربه وديك النهار ما قادرش نتحمل، صافي قلت مع راسي هذا الموضوع اليوم خاصو يسالي. عيطت لواحد الفقيه كان داوا لي خوتي ووالدي شحال هادي، قلت لي باغي نتلاقى معاك ضروري، كاين واحد الموضوع باغي نهضر معاك فيه. قال لي صافي ما كاين حتى مشكل، غدا ورا الظهر جي لعندي ونجلسوا نهضروا. مشيت عند الفقيه في الوقت اللي اتفقنا عليه وعاودت لي الموضوع كامل من طقطق حتى السلام عليكم. سولني الفقيه وقال لي هادشي اللي عاودتي ليا من امتى وانت كتشوفه؟ قلت لي شي عامين تقريبا هذا. قال لي واش انت ملي كتبغي تنعس كتقرا الاذكار ديالك؟ وسولني حتى على الصلاه، قال لي واش كتصلي؟ قلت لي الحمد لله بالنسبه للصلاه كنصلي، غير هو بعض المرات كنقطع الله يسمح لي، اما بخصوص الاذكار ما عمرني ما قريتهم. الفقيه شاف فيا وقال لي المشكل ديالك ساهل، ملي تبغي تنعس قرا الاذكار ديالك وما غادي تشوف والو في الحلم. قلت لي السي الفقيه الله يجازيك بخير، راه هادشي ماشي حلم، هادشي اللي كنعاود لك عليه راه بصح. قال لي كيفاش بصح؟ قلت لي هذه اللي عاودت لك عليها راني مزوج بها، راني ملي كنمشي في الليل وكنعس راه مزوج بها. قلت لي هاد السيده راني عايش معاها كل نهار كنكون معاها بحال الراجل ومرته، حتى ملي كنقيسها السي الفقيه راه كنحس باللي داك الشيء حقيقي. الفقيه بدا كيقرا عليا كيقرا حتى سالا. قال لي يا ولدي شوف ما عندك حتى شي حاجه، قرا الاذكار ديالك قبل ما تنعس وان شاء الله ما غادي تشوف والو. قلت ليه واخا سي الفقيه ان شاء الله. رجعت للدار ديك النهار وقبل ما نعس قريت الاذكار ديالي كيف ما قال لي الفقيه، ولكن الغريب في الامر ما حلمتش بها. سيمانه جوج ثلاثه نقول لكم واحد الحاجه، توحشت فاتين وقررت واحد النهار انني نعس بلا ما نقرا الاذكار. فعلا حلمت بفاتين. هذيك النهار كانت مقلقه عليا بزاف وبقات كتبكي وقالت لي زكريا ما تبقاش تبعد مني بحال ما هكا، زكريا انا راه كنبغيك. وحتى انا قلت لها كنبغيك وما بغيش نبعد منك مره اخرى. قالت لي حتى انا. قلت لها حتى انا. المهم مشات الامور بحال هكا نهار ورا نهار على نفس الوضع، كنمشي لخدمتي عادي. داز عام كامل تقريبا على الخطوبه والفشل ديالها مع سلوى، حتى جا عندي واحد النهار الوالده وقالت لي الثانيه غتصدق ان شاء الله. لا الوالده الله يحفظك ما بقيتش باغي نتزوج والو،
ما بغاش تفك معايا، وحتى الوالد دخل على الخط وورك عليا. قلت لهم في واخا اللي بغيتي ديروها ديروها، اللهم يسير. المهم اتفقوا مع واحد الناس باش نمشيو نشوفوا بنتهم، ولكن الغريب في الامر ان اللي كنمشيو لعندهم ما كيبغوش يعطيوني بنتهم. علاش كيرفضوني؟ والو، ما كاين حتى شي سبب، غير كيرفضوني وصافي. الوالده ديالي وحتى الوالد بغاو يتسطاو ما فهموا والو. او علاش؟ 1000 وحده تمنى ولدنا، دري قاري خدام كيتخلص مزيان بدارو مرتاح ولله الحمد، يعني ولدنا 100,000 وحده تتمناه. انا كنت عارف علاش كيرفضوني، كنت كنفرح حيت كنت عارف ان السبب ديال الرفض هو فاتين. ما كنتش كنتخيل شي نهار انه غادي نعشق ونتزوج النية. فاتين ما سميتهاش فاتين غير هكاك، سميتها فاتين من الزين ديالها. الزين ديالها ما عندوش مثيل. واخا نبقى نوصف لكم النهار كامل ما نقدرش نوصف لكم الجمال ديال فاتين. دازت 5 سنين وانا على نفس الحال عايش مع فاتين، ولا عمري 32 سنه. كبرت وقلت لراسي انا امتى غنبقى بحال ما هكا. اختي اسماء تزوجات وهشام خويا كبر وحتى هو ولا كيفكر يتزوج، وانا اللي خوهم الكبير مازال ما تزوجت. واحد النهار جات الوالده وقالت لي لقيت لك بنت الناس. ومشينا شفنا الدريه وكانت زوينه ما شاء الله تبارك الله، عجبتني وحتى انا عجبتها. هنا الوالده قالت للناس احنا بغينا نساليو هذا الزواج كامل في 3 شهور. العائله ديال الدريه قبلوا وقالوا ما كاين حتى شي مشكل الله يسخر. في هذاك الوقت وليت كل نهار كنقرا اذكار، ما بقيتش باغي نشوف فاتين بالمره. فاتين خدات من وقتي بزاف وخدات من عمري بزاف، خدات من عمري 5 ديال السنين. حتى الامتى غنبقى عايش في هاد الاوهام؟ صافي بدينا كنقادوا العرس وجمعنا الوراق ديال الزواج انا وعابير. عابير هي الشريكه ديال الحياه ديالي الجديده. قرب نهار العرس واختي تكون جي من الخدمه ودرنا عرس كبير والحمد لله. الى حدود الساعه فاتين كاع ما بانت. كنت خايف نهار العرس، كنت مخلوع لطرا شي حاجه ولا فاتين دير شي حاجه لعابير او تاديها. عابير كانت دريه الله يعمر ليها الدار، بنت الناس ظريفه درويشه مأدبه، دريه ضحوكيه، الضحكه ما كتفارقش مع وجهها. وكانت محترماني ومحترمه وفاهمه خدمتي، لان خدمتي كنسافر فيها بزاف وقدر نغيب بعض المرات بالاسابيع وبعض المرات حتى بالشهور. في ذاك الوقت كنت محافظ على صلاتي ومحافظ على الاذكار ديالي، حرفيا ما خليتش فاتين منين دوز ليا. ملي سالينا شهر العسل انا وعابير عيطوا ليا بالخدمه، قلت لهم ما كاين باس، قالوا لي ضروري تجي. جاتني خدمه نوصل واحد الباطو من البلاصه اللي انا ساكن فيها لمدينه مومباي في دوله الهند. هاد السفريه كانت غدا تستغرق شي 8 ايام تقريبا. صافي تفاهمت معاهم، قلت لهم ما كاين حتى شي مشكل، عيطوا ليا ملي يقرب وقت الديبار وانا معكم. بديت غادي كيف ما قلت لكم. هاد الرحله اللي غندير كانت من مدينتي لمدينه مومباي، ومن مومباي غادي نرجع لمدينتي ديريكت. غادي نمشي ندي السلعه اللي هزها الباطو وغنجيب معايا سلعه اخرى. انا هو الكابيتان ديال الباطو، يعني انا هو المسؤول على الرحله، السلعه وحتى الخدامه وكل شيء. فقط داك الصباح لقيت عابير حاطه ليا الفطور واللبسه ديالي صالحاها ومقاده ليا الباليزه ديالي، كل شيء منضيه. ركبت الطوموبيل ديالي ومشيت ديريكت للمرسى. طلعت للباطو وبديت كنقلب واش كل شيء مزيان، الماطر ديال الباطو، ليسانس، داكشي كله قلبته. هادشي اللي درت حاجه روتينيه ضروري نديروها قبل اي رحله. وملي ساليت توكلت على العلي القادر ودخلت للبحر وشديت طريق الهند. في النهار الثاني تقريبا شي 4 ديال العشيه كنت كنتفرج في البحر، مره كيبان لي القرش، مره كيبان لي السرب ديال الدلافين، سرحان في عظمه الخالق. واحد اللحظه حتى فقت من السرحه ديالي على صوت الانذار كيضرب وبجد. هذا الصوت ديال الانذار ديال عاصفه خايبه جايه في طريقنا. البيانات اللي كنشوف في الجهاز قدامي كتقول ان العاصفه غنوصلوا ليها شي ساعه ونص تقريبا. المشكل ان العاصفه كانت كبيره بزاف، يعني صعيب على انني ندور عليها. المهم هبطت عند الطاقم ديال الباطو وقلت لهم يستعدوا، راه كاينه عاصفه قريبه وقريب ندخلوا فيها. هنا كل شيء تفركت، كل شيء مشى يدير خدمته، حيت راه نادرا ان شي باطو يطلع من بحال هاد العاصفه بلا خسائر. تقريبا الساعه كانت شي 46 دقيقه، بدات الشتا كطيح ولات المواج عاليه بزاف لدرجه الباطو بهذاك الثقل ديالو بدا كيلعب فوق الماء. انا كنت شاد الدومان ديال الباطو اللي كتقولوا ليه العجله ديال القياده، والخدامه
كلشي مشى لبلاصتو. انا بقيت في بلاصتي ومركز مع البحر باش ما نخرجش على الطريق تقريبا شي ساعتين، حتى جا عندي الشاف كويزيني وقال لي راه كاين واحد الشارجه متهرس في الكوزينه والما كيدخل الكوزينه بزاف. هنا عيطت للنائب ديالي باش يجي يشد بلاصتي باش نمشي نشوف اش واقع في الكوزينه، حيت شفت جوج ديال الخدامه حاطين واحد الحديده في الشرجم باش ما يدخلش الماء، ولكن ورغم ذلك الماء كان كيدخل للكوزينه. وهنا كاينه مفاجاه، بسبب الماء اللي كان كيدخل الكوزينه الماكله كامله خسرات. قلت لواحد من الخدامه يهبط لبيت الخزين باش يجيب ليا واحد العيبه ماضيه، بقى كيقلب عليها حتى جابها. الحمد لله الناس ديال الصيانه جابوا باتريات كبار ولصقوهم مع البوست سودور وبداو كيسوديو في الشقوق ديال الشرجم. كانت القضيه ما ساهلاش بالمره، حيت الماء كل شويه كيضرب الخدامه وكيدخل الباطو. هنا صافي ارتحيت شي شويه ولله الحمد. الخدامه قدروا يسدوا الشقوق ديال الشرجم وبدينا كنخرجوا الماء من الباطو. هادشي خدا منا تقريبا شي ساعه حتى خرجنا من العاصفه، وولينا من بعد كنقتصدوا في الماكله، حيت بزاف ديال الماكله خسرات بسبب الماء ديال البحر اللي دخلها، حيت ما بقاش صالحه للاستهلاك. حتى وصلنا للمرسى ديال مومباي ولله الحمد. وقفت الباطو وجاو الخدامه باش ينزلوا السلعه. انا هنا خدمت سيسالات ومشيت ديريكت للاوتيل، حطيت حويجي وداكشي ديالي. فداك الوقت ما كانش فيا الناس حيت كنت نعس في الباطو من قبل. خرجت ومشيت للسوق، منها نبدل الجو ومنها نتقدى داكشي اللي خاصني. من وراها رجعت للاوتيل حيت صافي عييت من كثره الدوران اللي درت في المدينه. وانا داخل الاوتيل حتى شفت واحد السيد من شرق اسيا، يقدر يكون من اليابان ولا الشرق ديال اسيا، كيتضارب مع الموظف ديال الاستقبال. المضاربه كانت غير غوت، ماشي مشانقين على بعضياتهم. قربت منهم باش نعرف اشنو واقع. راكم عارفين مره مرت برقيق عندي كيخدم، بغيت غير نعرف اشنو المشكل اللي بيناتهم. اللي فهمته هو ان السيد اللي من شرق اسيا نسى شي فلوس في الشومبر ديالو، طبع الخروج ونسى فلوسه في الشومبر ورجع باش ياخذهم. ولكن ملي رجع باش ياخذهم ما لقاهمش. شفت باللي المشكله غدا وكتكبر، وقربوا يقلبوها صبا. قربت منهم وسولتهم وسولت حتى الموظف ديال الاستقبال وقلت ليه الا ممكن نعرف شحال ديال الفلوس اللي نسى السيد. استغربت ملي جاوبوني، حيت الثمن اللي قالوا لي كان بسيط بزاف، زعما ما كيستاهلش انه يوقع على قبله مشكل. المهم جبت بسطامي، جبت داكشي اللي قالوا لي، عطيته للسيد الاسيوي. السيد خذ الفلوس ومشى في حالاته. هنا الموظف ديال الاستقبال بقى كيشوف فيا وقال لي علاش عطيتيه الفلوس؟ قلت لي داكشي كان قليل بزاف، ما كيستاهلش اصلا انكم تنوضوا على قبل الصداع. الموظف الهندي قال لي غير باش تعرف هذا راه كذاب، ملي طبع الخروج ديالو راه حتى واحد ما دخل البيت ديالو وحتى واحد ما نقاه. لي صافي تنت هانيه، ما كاين حتى شي مشكل، الا كذب يدبر راس. تقريبا هذاك الاوتيل جلست فيه شي 3 ايام حتى قادوا المشكل اللي طرا في الباطو وحطوا السلعه وطلعوا سلعه اخرى اللي غادي ندي معايا لبلادي. المهم وانا خارج من الاوتيل حتى كنتلاقى بداك السيد الاسيوي اللي كان طرا عليه المشكل قبل شي يومين تقريبا. جا سلم عليا وبغى يرد لي الفلوس ديالي. قلت لي علاش؟ قال لي صراحه كنعتذر، لقيت الفلوس اللي كنت مضارب على قبلهم في الصاك ديالي. خذ فلوسك واسمح لي الله يجازيك بخير على الازعاج اللي درتو لك ذاك النهار. قلت لي لا ما كاين حتى شي مشكل، بلا ما تردهم ليا غير خذهم. بقى كيحلف ومصر على انني ناخذ فلوسي. قلت لي واخا صافيه عطيني فلوسي، راه تابعني سفريه. خديت الفلوس ومشيت في حالاتي. المهم وصلت للمرسى ودخلت للباطو وقلبت كل شيء داكشي روتيني وتاكدت باللي كل شيء مزيان. المهم تحركنا تقريبا مع شي 7 ديال الصباح. الاجواء كانت واعره بزاف مع الشميشه والبحر والجو صافي واصوات ديال النوراس. كان جو زوين بزاف صراحه. ولكن الحاجه اللي ما كنتش عارفه ان هذا الهدوء هو الهدوء اللي كيسبق العاصفه. من بعد ما دازت 6 سوايع تقريبا باش درنا الديبار، وصل وقت الغداء ومشيت للصاله ديال الماكله. بديت كناكل الماكله ديالي والماكله كانت مزيانه صراحه. كانت الامور عاديه حتى سمعت صوت ديال الضرب قوي بزاف في السطح ديال السفينه. هنا صيفت واحد السيد خدام معايا وقلت ليه طلع شوف اشنو واقع الفوق وهبط قول لي. انا بقيت كناكل وكاع ما تحركت من بلاصتي، حتى الطبسيل ديالي اللي كنت كناكل فيه باقي قدامي. يعني كاع داكشي اللي طرا هو انني انا سمعت صوت الفوق وطلبت من الخدام اللي خدام معايا يطلع يشوف اش واقع. لحظه وحده المذاق ديال الماكله تبدل بشكل كبير. المذاق ديال الماكله ديالي ولا خيب بزاف، ولات فيه واحد الريحه اللي خانزه بزاف. في الاول حاولت ناكل الماكله
حيت قلت مع راسي تقدر تكون الريحه خارجه غير من فمي ولا شي حاجه اخرى، ولكن ملي كليت الدغمه الثانيه صافي ما قدرتش انني نكمل هذيك الماكله. خرجت الدغمه من فمي حاشاكم ونط من الطابله ومشيت نغسل يديا. صراحه حشمت نمشي عند الشاف كويزيني لا يولي مقلق عليا ولا شي حاجه من الهضره اللي غادي نقول لي. قلت مع راسي خلي حتى نشوف الا كان شي واحد اخر من الدراري حتى هو ما عجباتوش الماكله ديك الساعه نقدروا نمشيو عنده بجوج ونهضروا معاه. وفي نفس الوقت قلت خليني نطلع نمشي نشوف الخدام اللي صيفته واللي ما هبطش عندي باش يقول لي اش واقع. الغريب هو انني ملي طلعت الفوق نشوف الخدام اللي صيفته وبقيت كنقلب عليه كاع ما لقيته. كنعيط عليه والو ما كيجاوبنيش. بقيت كنعيط عليه وكانت سميتو فيصل. فيصل كتسمعني؟ حتى الطالكي ديالي هزيتو وبديت كنعيط عليه. فيصل كتسمعني؟ فيصل حول. فيصل الو واش ما كتسمعنيش؟ الو فيصل جاوبني. انا قلت مع راسي وقيلا راه السيد حط الراديو في شي بلاصه ومشى للطواليت. قلت صافي نمشي نرجع للكابين ديالي ونقابل خدمتي، وملي غادي يبان فيصل غادي يجي حتى لعندي وغادي يشرح لي شنو وقع. ولكن اخوتي الصدمه هي ملي دخلت للكابين ديالي لقيت فيصل طايح على الارض ومغيب. انا هنا تخلعت اش داري ليه؟ هزيت قرعه ديال الماء وبديت كنرش عليه الماء. فيصل فيق واش كتسمعني فيصل؟ بقيت كنرش عليه الماء حتى فاق فيصل ناض مخلوع بزاف وبقى كيتنفس بالزربه. قلت ليه شنو عندك اش واقع معاك؟ قال لي انا طلعت للسطح وما لقيت حتى شي حاجه وكنت باغي ننزل لعندك باش نقول لك راه ما لقيت والو، ولكن بان ليا واحد الضباب بزاف كاين في لاكابين دومان الغرفه ديال القياده. ملي طلعت نشوف لقيت واحد الجسم كبير بزاف وشفاف، وملي شفت هاد الشيء في البلاصه جاني النعاس وما بقيتش نقدر نتحكم في راسي. ما عرفتش كيفاش نعست بلا ما نحس. قلت ليه انا ملي دخلت للكابين لقيت الباب مسدود، واش انت اللي سديتي الباب؟ قال لي لا ماشي انا. قلت ليه صافي ما كاين بأس ما طرا حتى شي مشكل، سير لبلاصتك تكا كتبان لي عيان شي شويه وملي تفيق ديك الساعه غنعيط عليك ونكملوا الهضره. في هذاك الوقت بقيت جالس في لاكابين دومان الغرفه ديال القياده غير كنفكر ماشي في الباطو لا كنفكر في داك الشيء اللي وقع مع فيصل. كنت كنقول مع راسي واش ممكن زعما ممكن فاتين جات لهنا؟ لا مستحيل. اصلا فاتين خرجت من حياتي بالمره، حيت كون كانت باغا تاديني كون دارتها النهار العرس اللي تزوجت فيه اولا من مورا ما تزوجت. ولكن صافي فاتين ولات من الماضي. وصلت تقريبا شي 11 ديال الليل. داك النهار كان فيا الموت ديال النعاس، قلت نمشي لبيتي والناس. ملي دخلت لبلاصتي لقيت بلاصتي كامله مرونه، مخده فيها ريش كحل وعامره كامله بالدم. الدم كان احمر غامق ميل للقهوي. هنا بديت غير كنشوف وكنضحك، انا عارف اش واقع. ما تسوقتش بالمره وتلحيت في بلاصتي ونعست. ملي نعست ديك النهار كنت كنتسنى تبان ليا فاتين، ولكن هاد المره فاتين بدات كتلعب معايا واحد اللعب اخر. هاد اللعب هذا اللي كتلعب معايا فاتين هاد المره ماشي عادي. شي حاجه فيقتني من النعاس بالليل تقريبا شي 2 ديال الليل. نط بسبب الصوت ديال الكلب كينبح بالجهد. اشنو كيما سمعتي كلب وسط البحر. الباطو ديالنا اصلا ما فيش الكلاب، جاب كلب وسط البحر. هنا انا تخلعت وبدا كيتزاد معايا الزيد. تخيلوا الصوت ديال النباح ديال الكلب بقى حتى 5 ديال الصباح. 3 ديال السوايع ديال النباح ما وقفاتش. وملي فقت بقيت جالس في بلاصتي وكاع ما تحركت. حتى النعاس ما قدرش نرجع الناس من كثره الخلعه اللي كانت شاداني. حين تكون نعست كنت عارف باللي غادي نتلاقى مع فاتين. داز شي نص ساعه تقريبا ملي سكت النباح ديال الكلب. تشجعت ونط من بلاصتي وخرجت كندور. المهم ملي خرجت من بيتي بقيت كنتمشى في الكوروار، كنت غادي لجهه الدروج حتى تصدمت. كنتلاقى الناس كاملين اللي خدامين في الباطو واقفين تما. بقيت كنشوف فيهم وقلت لهم واش سمعتوا الصوت ديال النباح ديال الكلاب بالليل؟ كلشي قال لي سمعناه. شفت فيصل وسولته واش انت فيصل سمعتي النباح ديال الكلاب؟ فيصل قال لي لا ما سمعت والو. انا كاع الناس اللي كانوا في الباطو سمعوا الصوت ديال النباح ديال الكلاب الا فيصل بوحدو اللي ما سمع والو. في هذه اللحظه فهمت باللي خاصني نولي نكمل خدمتي كامله بنهار، حيت عارف باللي في الليل ما بقيت غادي نقدر ندير حتى شي حاجه. كنت حاس باللي غادي توقع شي حاجه، وفعلا الاحساس ديالي كان صائب. بدات الشمس كتغرب وهبطت لبلاصه الماكله باش نتعشى. هنا قلت للنائب ديالي وواحد السيد اخر، قلت لهم سيروا شدوا بلاصتي حيت غادي نمشي الناس. داك النهار كنت عيان بزاف وفيا الموت ديال الناس، حيت البارح
نعس غير شي 2 سوايع تقريبا. نضت مع الصباح مشيت ديريكت لاكابين دومان. تصدمت حيت لقيت النائب او السيد اللي خليته معاه لاصقين مع بعضياتهم وما قادرينش يتحركوا من كثره الخلعه. بكثره الخلعه اللي شاداهم مجمدين في بلاصتهم. سولتهم مالكم اش واقع عليكم؟ قالوا لي كنا جالسين في لاكابين من الوقيته اللي قلتي لنا سيروا شدوا فيها القياده. حتى وصلت شي 4 ديال الصباح وبدينا كنسمعوا الصوت النباح ديال الكلاب. ملي خرجت نشوف الصوت النباح ديال الكلاب منين جاي حتى بانوا لي 7 ديال الكلاب كاملين مسعورين كينبحوا وكحلين، وهاد الكلاب كامله كانت كتخلع. حنا خفنا ورجعنا لاكابين وسدينا عندنا الباب لا يهجموا علينا. بقينا جالسين خايفين حيت ما عرفناش كيفاش هاد الكلاب جاو للباطو وحنا وسط البحر. الكلاب هجموا علينا في لاكابين، جاب الله كنا سادين الباب وبقاو الكلاب كينبحوا. في لحظه حتى خرج فيصل من وسط الكلاب وبقى كيدق الباب بالجهد. الوجه ديال فيصل كان غريب، ما كانش طبيعي، ما حليناش ليه حيت خفنا منه. منظر كان غريب بزاف حيت بحال ما كانش كيشوف الكلاب اللي كانوا دايرين به، كاع ما كان خايف وبقى كيدق علينا الباب كيدق 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 حتى عيا ومشى في حاله. من وراها حتى الكلاب مشات في حالها. حلينا الباب باش نشوفوا اش واقع، ما لقينا لا كلاب لا فيصل لا والو. سولنا الدراري اللي معنا في الخدمه اللي كانوا قراب من لاكابين، سولناهم واش شافوا فيصل والكلاب. قالوا لنا فيصل ناعس في بلاصتو وما خرجش من بيته بالمره وما شفنا لا كلاب لا والو. والمفاجاه اللي ما كنتش كنتسناها هو ملي مشيت للبيت ديال فيصل باش نفيقو ونسولو، مشيت لبيتو وحليتو، فيصل ما كانش في بلاصتو وما حسيت براسي حتى طحت في الارض ونعست في البلاصه. وخرجت ليا فاتين وبدات كتخنق فيا بالجهد. الى يومنا هذا باقي كنتفكر اش وقع معايا ديك النهار. كنخاف لان هذاك النهار انا متاكد باللي ما كنتش ناعس. وقالت ليا كيف ما حرقتي ليا قلبي يا زكريا قسما بالله حتى غادي نحرق لك قلبك. نتمنى الحلمه الخايبه اللي كنت كنحلمها، الحلمه اللي جات عندي فيها فاتين واللي هداتني فيها بشكل صريح ومن طريقه ديال التهديد ديالها اللي كانت واضحه. كان واضح ليا ان فاتين ناويه ليا على الشر. فهمت ان الايام الجايه ايام كامله غادا تكون كحله. اللي فيقني من هاد الحلمه هو فيصل اللي كنت دخلت لبيتو وكاع ما لقيتو، غير حليت عينيا جات عينيا في عينين فيصل. لقيت فيصل شعره مشعكك وحويجه مبهدلين والشكل ديالو غريب وبين ان عيني فيهم العيا. شفت فيه وسولته وقلت ليه فين كنتي؟ قال لي كيفاش فين كنت؟ انت اللي اشنو كدير هنا في بيتي؟ انت اللي ناعس ليا في بيتي. قلت ليه انا جيت لعندك البيت كنت كنقلب عليك، ما حسيتش براسي حتى طحت على الارض ونعست. قلت ليه فيصل فين كنتي؟ انا جيت نقلب عليك في بيتك كاع ما لقيتك. قال لي لا موجوده مون كابيتان، غير كانت عندي شي خدمه لتحت داكشي. علاش كاين شي مشكل؟ لا ما كاين حتى شي مشكل. صراحه ما بغيتش نبرزطو حيت كيبان لي السيد هاد الايام عيان اصلا هو مبرزط غير مع راسو، ما كاينش علاش نزيد عليه. صافي ديك الساعه خليت فيصل ومشيت طلعت لبيتي، بدلت حوايجي ورجعت لاكابين دومان نكمل خدمتي ونكمل السفر. تلاقيت مع الجوج اللي كنت حاطهم في لاكابين دومان الغرفه ديال القياده، هذوك اللي كانوا شافوا الكلاب وشافوا فيصل بالليل واللي كانوا مخلوعين. المهم تلاقيت مع هذوك الجوج وكان معاهم واحد السيد اخر، كانوا كيهضروا في داكشي اللي شافوا بالليل، داكشي ديال الكلاب وفيصل. انا قربت منهم وبديت كنحاول نسمع شنو كيقولوا. غير قربت منهم وهما يقولوا للسيد بلي مراره كان معنا حتى الكابيتان زكريا. السيد اللي كان واقف معنا سميتو حمد شاف فيا وقال لنا كاملين الخوت بلا ما تخافوا، هاد الحوايج اللي شفتو راه عاديه وكطرا في البحر. الحاجه اللي نتوما ما عارفينهاش هو ان البحر في حد ذاته راه هو احد المساكن الاصليه ديال الجن، يعني راهم عايشين معنا هنا وسط البحر. بلا ما تخافوا ما والو. هادشي اللي كيوقع في البحر انا راه وقع ليا بزاف المرات مرارا وتكرارا، وكاينه قصص كيعاودوها البحاره اكثر من هادشي اللي عاودتو ليا، كتخلع اكثر من هادشي اللي نتوما قلتو. يعني هادشي اللي قلتو راه كيوقع في البحر وشي حاجه اللي عاديه. الجوج اللي كانوا واقفين معنا خافوا ولكن في نفس الوقت ارتاحوا،
ارتاحوا حيت حسوا ان داك الشيء اللي شافوا عادي وكيوقع في البحر. وحتى انا صراحه ارتحيت حيت حسيت بان انا ما عندي حتى شي علاقه بداك الشيء اللي وقع ليهم. مشيت لاكابين دومان وجلست وكنكمل خدمتي رغم انني شاداني الخلعه والرعب ديال بصح، ماشي من داك الشيء اللي طرا معايا، لا، هاد الخلعه اللي شاداني واللي كنعاود لكم عليها جايه من فاتين، من التهديد ديال فاتين اللي كان في الحلمه واللي حسيت بيها انه تهديد حقيقي. دازت الايام حنا في البحر دابا 5 ايام، اليومين اللي فاتوا ما طرا فيهم والو، الدنيا زقات والخلعه اللي كانت شاده الخدامه في الباطو الحمد لله مشات والدراري بداو كينساو. ولكن المصيبه الكبيره هي ملي مشيت كنهضر مع فيصل ما عاقل على والو، بحال ما طرا ليه والو، وهذا الشيء عما زاد خلعني عليه ديال بصح. عاقل ديك النهار كانت يلاه مشات الشمس، كنا كنتعشاو وفي نفس الوقت كنهضروا كاملين، حتى شويه ويشوف فيا فيصل واحد الشوفات غراب صراحه، وقال لي كابيتان زكريا محتاج شي حاجه، باغي شي حاجه قبل ما نمشي؟ قلت لي لا شكرا الله يحفظك السي فيصل، ومشى لبيتو. انا ساليت ماكلتي ومشيت لاكابين دومان. كانت تقريبا بقى لي شي ساعتين باش انني نسالي الخدمه ديالي ويجي النائب ديالي يشد بلاصتي، وديك الساعه نمشي الناس. وصلت الوقيته اللي غادي نطلق فيها وطلقت وبديت غادي لبلاصتي باش نعس، وهو يقول لي راسي سير البيت ديال فيصل وشوف شنو واقع تما، حيت بان لي السيد ماشي هو هذاك. حليت الباب ديال البيت ديال فيصل كنشوف غير الظلمه، شعلت الضوء كنشوف ان فيصل ما كاينش في بلاصتو، بلاصه فيصل خاويه. كيفاش؟ نورمالمون فيصل خصو يكون دابا ناعس في بلاصتو. فيصل فيما كنسول عليه الدراري كيقول لي فيصل راه كاين في بيتو ناعس. ملي كنمشي لبيتو نقلب عليه كاع ما كنلقاه، حتى كنسمع واحد الصوت كيخلع، صوت بواحد اللغه ما مفهوماش، اللغه اول مره كنسمعها في حياتي. هذيك اللغه كتشبه الطلاسيم، هضره كاع ما مفهومه. هذا الصوت اللي كنت كنسمعو كان جاي من السقف، السقف ديال البيت ديال فيصل. والصدمه اللي ما غاديش تيقوها، وحتى انا لحد الان ما متيقهاش، فيصل كان لاصق في السقف ديال البيت ديالو. هنا شفت في السقف، هنا انا كنت غادي نتسطى. كيفاش لاصق في السقف؟ كيفاش تدار ليها؟ واحد اللحظه حتى فيصل طاح من السقف، طاح على الارض. طيحه كانت قاصحه بزاف، من شدة الطيحه كاع الناس اللي خدامين في الباطو سمعوا الصوت ديال الضربه، كلشي هبط اولا طلع باش يشوف البيت ديال فيصل ويشوفوا منين جايه هاد الضربه القويه بزاف. انا هنا تخلعت، مشيت كنجري عند فيصل كتسمعني؟ فيصل نوض. قلبت فيصل على الجنب ديالو كنشوف فيصل نيفو كامل عامر دم. فيصل نوض، فيصل كتسمعنا؟ فيصل والو، لا حياة لمن تنادي. في البلاصه جاو الخدامه وتجمعوا في البيت ديال فيصل، وملي شافوا فيصل اش طاري ليه مشاو جابوا الدواء والفاصمه وداكشي ديال الاسعافات الاوليه. ولكن المصيبه والصدمه اللي جاتني هو ان فيصل ما طرا لي والو، ناض عادي. حيت الطيحه اللي شفت فيصل طاح فيها كنت كنقول انا راه فيصل صافي، فيصل مات ما فيهاش. اقصى ما وقع لفيصل هو انه رعف من نيفو. الخدامه شافوا فيا وسولوني اش وقع، اشنو طرا؟ قلت لهم جيت عند فيصل ودخلت للبيت لقيت فيصل لاصق في السقف. هنا الخدامه بداو كيشوفوا فيا بواحد الشوفه ديال الاستغراب وبداو كيضحكوا. قالوا لي كابيتان زكريا مالك اش واقع لك؟ قلت لهم قسما بالله العلي العظيم الا شفتو لاصق في السقف. قالوا لي كيفاش غادي يلصق في السقف؟ شفت فيهم وقلت لهم والله العظيم الا لقيته لاصق في السقف. شويه وانا سكت وبديت داوي غير مع راسي وقلت لراسي كابيتان زكريا انت هو القائد ديال هذا الباطو وانت عندك الهيبه، كاع ما خصك تبان بهذه الصوره قدامهم. مادام كاع ما تيقوك بدل الموضوع، حيت القصه اللي كتقولها زكريا اصلا حتى شي واحد ما غادي يتيقك. قلت لهم انا ماشي شفتو، غير سمعت انه طاح، غير انا ما عارفش منين طاح، واش طاح من فوق الناموسيه ولا طاح من فوق الطابله، انا ما عارفش. انا غير سمعت القوه ديال الطيحه اللي بانت لي ان السيد واقيلا طاح من السقف. المهم كنشوف فيصل في شي حاجه ماشي هي هذه. فيصل ما بقاش قادر يخدم، ما بقاش قادر حتى يهضر. سنيت حتى الخدامه مشى ومشيت عند فيصل وبديت داوي معاه. قلت لي فيصل اش وقع معاك؟ عاود لي شنو طاري معاك. فيصل قال لي انا ما قادرش نخدم،
كنحس براسي ثقيل مسخسخ عيان. هاد العيا ما اول مره كنشوفو، ما عمرني شفت بحالو في حياتي. هاد العيا كنحس بيه ماشي عادي ماشي طبيعي. قلت ليه واش كتعقل على اش كيوقع ليك؟ قال لي انا ما عاقل على حتى شي حاجه، ما عاقل على والو. من نهار طلعت لهاد الباطو كنعقل على راسي، كنعس كنفيق كنعس كنفيق. هادشي اللي عاقل عليه. بديت كنشوف فيه وبديت كنهدن فيه. قلت لي ما تخاف ما والو، هادشي اللي واقع لك غير من العيا والبحر وقله النعاس والسفر وداكشي، غير تهدن وارتاح، كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. فيصل من خلال الهضره ديالي حسيت به ارتاح ورجع الناس، وحتى انا مشيت لبيتي، حيت هاد الوقيته هادي كان خاصني يكون فيها ناعس. المهم وانا متكي في بلاصتي كنشوف في السقف، وفي نفس الوقت كنت كنفكر في هادشي كامل اللي وقع معايا. انا امتى غادي نرتاح من هادشي كامل اللي كيوقع معايا؟ امتى غادي يسالي؟ وكنقول مع راسي واش انا غادي نبقى حياتي كامله بحال هكا؟ شويه حتى طاحت عيني على الحيط، وانا مركز على الحيط بات لي اجسام شكلها كحل بحال الظل، جالسه كتدخل وكتخرج من الحيط ديال البيت اللي انا جالس فيه. من كثر داكشي اللي بدا كيبان ليا انا تخلعت وما قدرتش الناس، اولا بشكل صحيح خايف الناس، حيت ما بغيتش نتلاقى مع فاتين. ولكن ورغم انني ما بغيتش نتلاقى مع فاتين وما بغيتش نحلم بها، فاتين ولات معايا حتى برا الحلم، ولات كتلعب معايا لعب خيب. ولكن هاد اللعب اللي كتلعب معايا به فاتين باين فاتين اللي غادي تربح فيه في الاخر. شويه ما حسيتش براسي حتى داني النعاس. ملي داني النعاس فقت على واحد الصوت ديال شي واحد كيضرب في الباب، ماشي الباب ديالي، الباب ديال فيصل، الباب ديال البيت ديال فيصل. بحال شي واحد كيضرب في الباب ديال البيت ديال فيصل، ماشي من برا، من الداخل. كيضرب ولكن الضرب كان غادي وكيتجهد. نط من بلاصتي وبديت غادي للبيت ديال فيصل. غير هاد المره هادي ما دخلتش للبيت، قلت خليه حتى نسمع ونشوف اش غيوقع. شويه حتى كنسمع الصوت ديال التهراس في البيت، بحال شي واحد كيهز الطباصل وكيهرسهم على الارض. في ديك الوقيته صافي انا كنت باغي ندخل للبيت، شديت البواني باش نحل وندخل، حتى قلت لا زكريا بلا ما تدخل، حيت هادشي كاع اللي كيوقع مع فيصل على قبلك انت، بلا ما تدخل وسير رجع لبيتك. وفعلا داكشي اللي درت، رجعت لبيتي وكاع ما دخلت للبيت ديال فيصل. فقت من النعاس وكملنا الخدمه في الباطو وقربنا نوصلوا. ما بقى لينا باش نوصلوا غير شي يومين، وفي هاد اليومين ما طرا حتى شي حاجه، ما طرا والو. فيصل ما قدرش يكمل معنا الخدمه، بقى في بيته حتى وصلنا للمرسى اللي كنا خرجنا منها النهار الاول. غير وصلنا للمرسى وشفت الضوء والطيور والطوموبيلات وداك الشيء الداخل ديالي، حسيت به ارتاح حيت الرعب اللي عشتو في البحر ما كانش عادي. وفي نفس الوقت كنت مقلق من داك الشيء اللي وقع لفيصل، حيت هما ما عارفينش بان داك الشيء اللي وقع لفيصل وقع بسببي انا. المهم سينيت الوثائق وعطيتهم التقرير ديال السفريه، هزيت حويجي وكنت غادي في حالي لداري. ديك الوقيته خشيت ايدي في جيبي وجبت البسطان باش نشوف البيرمي والوثائق ديالي. ولكن الغريب انني ملي حليت البسطان ديالي لقيت فيه شي حاجه محروقه لداخل، وداك الشيء اللي لقيته محروق وسط البسطان هما الفلوس اللي كان رد ليا هذاك الاسيوي ملي كنت في الهند. كيفاش تحرقوا الفلوس؟ كيفاش وسط جيبي ووسط البسطام وتحولوا للرماد؟ هادشي صدمني بزاف. طلعت للطوموبيل، ركبت ديماريت وبديت غادي للدار، وتلاقيت عابير. من بعد هاد السفريه الكئيبه حسيت براسي باغي نرتاح وباغي ناكل ماكله زوينه. عابير كدات ليا الماكله، تعشيت انا وياها وقلت ليها عابير انا عيان بزاف، بغيت نرتاح ومشيت دخلت للبيت باش نعس. ما حسيتش براسي حتى طلعت فوق الناموسيه وداني النعاس. شويه حتى كتفيقني عابير من النعاس. شفت بعابير وقلت ليها مالك؟ قالت لي شي واحد كيدق في الباب ديال الدار. الوقت كان تقريبا معطل بالليل، تقريبا شي 3:30 ديال الليل. قلت لها شكون اللي غادي يدق علينا في هذه الوقيته ديال الليل؟ قالت لي سير شوف شكون. نط لبست صندالتي ومشيت نشوف شكون اللي كيدق في الباب ديال الدار. طليت من العين السحريه ما لقيت والو، حليت الباب وطليت، كنشوف في اليمين ما كاين والو، كنشوف في اليسار ما كاين حتى شي واحد. سديت الباب ورجعت لبلاصتي. شفت عابير وقلت لها ما كاين حتى شي واحد. قالت لي والله تسمع الدقان في الباب ديال الدار وماشي بشويه بالجهد. قلت لها صافي ما كاين حتى شي مشكل، ما طرا باس، ورجعت الناس.
حتى دازت تقريبا شي نص ساعه وكنسمع عبير كتغوت بالجهد وكتعيط عليا. زكريا انا بحال شي حماق مشيت عندها كنجري، لقيت وجهها زرق وكتغوت. قلت لها مالك اش واقع لك؟ ما قادراش تهضر، السيده مخنوقه. كنقول لها مالك اش واقع بك؟ هي غير كتغوت وما كتجاوبنيش. مشيت جبت لها كاس ديال الماء باش تشرب، قالت لي ما قاداش نشرب. قلت لها علاش؟ مالك اش واقع بك؟ دوي معايا، شرحي لي، فهميني اش واقع لك. قالت لي مستحيل نزيد معاك دقيقه في الدار، ديني لدار باك. قلت لها واخا ماشي مشكل، غنديك لدار باك، غير شرحي لي وفهميني اش واقع لك واش طرا لك. قالت لي دخلت للكوزينه بغيت نشرب، لقيت مرا كطيب، نط انا للكوزينه ومشيت نشوف. طليت في الكوزينه ما لقيت والو. قلت لها ما كاين والو عابر. قلت لها ما تخافي من والو، راه غير كيتخيل ليك ولا كتوهمي. قالت لي لا زكريا ما كنتخيل ما والو، هادشي اللي كنعاود لك شفتو بعينيا، انا مستحيل نجلس هنايا دقيقه واحده ما نزيدهاش. قلت لك ديني لدار با. قلت لها انت شوفي انا غنبقى فايق معاك حتى الصباح، وغدا الصباح ان شاء الله غادي نديك. قالت لي قسما بالله العلي العظيم ما غادي نزيد معاك دقيقه واحده في الدار، يا ديني يا غنمشي لراسي في هاد الليل. قلت لها صافي غير شاتني انا غنديك. وفعلا ديت عبير لدار باها في هذاك الليل، لدرجه باها استغرب وبدا كيشوف فيا وقال لنا مالكم ياك ما كاين باس، مالكم جايين في هذا الليل؟ قلت له لا الحاج ما كاين حتى شي باس، قلنا ياك ما مخاصمين ولا شي حاجه بحال هكا. قلت له الله يحفظنا من الصداع، والله الحاج ما كاين شي حاجه بحال هكا. قال لي واخا اش واقع؟ قلت له لا والو الحاج، غير عابير مريضه شي شويه وعيانه وبغات تشوف ما. قال لي صافي دخل نعس دابا وارتاح، وغدا ان شاء الله مع الصباح يكون خير. قلت لي لا الحاج الله يعطيك الصحه، غادي نرجع للدار، خليت شي امور مهمه ديال الخدمه ضروري خاصني نرجع نكملها. نقول لكم واحد الحاجه، كون غير سمعت الهضره ديال الحاج وكاع ما رجعت لداري بوحدي ديك النهار، حيت كنت حاس بالخوف، ولكن كاينه شي حاجه فيا لداخل مخلياني قوي ومخلياني انني نواجه وما نحسبش حساب هاد الحوايج هاد. ركبت في الطوموبيل وبديت شاد الطريق لداري، وانا شاد الطريق كنسوق كنحس بحال شي واحد ركب معايا في اللور ديال الطوموبيل وشادني من كفايه. بهذيك الشده اللي شادني من كفايه ما حسيتش براسي، حتى عينيا تسدوا، نعست حليت عينيا في البلاصه وركت على الفران بالجهد، حيت كنت غادي ندير واحد الكسيده وغندخل في الطوموبيله اللي قدامي. بقيت كنشوف ربي يحفظه صافي. كملت طريقي للدار، وغير دخلت للدار حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك، كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك في الدار. تبان لي الصالون اللي كنت جالس فيه انا وعبير قبل ما نديها لدار باها، واللي كان مقاد مزيان ونقي. ملي رجعت للدار لقيته كامل مرون، مخاد مليوحين، الديكورات طايحين، الزربيه مرونه، كلشي مرون. دخلت الكوزينه باش نشرب كاس ديال الماء، ولكن الكوزينه خوتي ما كانتش خاويه، كانت فاتين كتسنى فيا تما. اللي شافتها عبير كطيب في الكوزينه كانت فاتين كانت متجسده على شكل بنت. هذه اول مره غنشوف فيها فاتين وانا فايق، حيت ديما كنت كنشوفها وانا ناعس، ولكن هاد المره فاتين قررت انني نشوفها وانا فايق، ماشي بنفس الملامح وماشي نفس الوجه اللي كنشوف به فاتين ملي كنكون في الحلم. ولكن انا عارف بان هذه اللي قدامي هي فاتين. انا هنا تخلعت، ركابي ما بقاوش قادرين يهزوني. هادشي اللي كنشوفو ماشي عادي، هادشي كيخلع. جات فتره من حياتي كنت فرحان معاها، ولكن في الحلم. ولكن باش يتحول هادشي حقيقي بهذا المنظر بهذا الرعب، لا بزاف. فاتين كتشوف فيا وكتضحك في هاد الوقيته هادي ما حسيتش براسي، حتى بديت كنقرا في القران، كنقرا بجد وما حبستش القرايه. خرجت من الكوزينه وسديت الباب، ومن كثرة الخلعه اللي كانت شاداني حسيت براسي في زك من كثرة العرق اللي خرج مني، وعيان وفيا الخلعه والرعب اللي رجت رجليا كانوا كيقفقفوا وكيضربوا ببعضياتهم. في هذيك اللحظه بالضبط هزيت التليفون وعيطت للوالد ديالي، عيطت ليه في ديك الساعه بالليل مزير وما بقاش نتنفس، وقلت ليه اجي لعندي للدار، محتاجك الوالد ضروري. الوالد جا عندي للدار، قلت ليه دخل الكوزينه وشوف بعيني. قال لي شنو غادي نشوف في الكوزينه؟ قلت ليه ما نقدرش نعاود لك الوالد، دخل شوف بعينيك، شوف راسك. الوالد ديالي دخل الكوزينه وما لقى والو، شاف واحد البوطه شاعله وفوق منها واحد البرمه محطوطه فيها الماء سخون، ولكن الماء اللون ديالو كان كحل. جا عندي وقال لي ارتاح ولدي وعاود لي كلشي. عاودت الوالد كلشي، والوالد ناض وخدم القران في الدار
وقال لي ما تخاف ما والو، غير تهنى، كل مشكله وعندها حل. وانت عاقل زكريا اش وقع معايا انا وقع مع امك ومع خوتك، يعني هذا الشيء ماشي جديد عليك. قلت لي ايها الوالد، هذا الشيء ماشي جديد عليا، ولكن الحاجه اللي جديده عليا هو انني نولي نشوفهم متجسدين قدامي. هذا الشيء الوالد ولا تابعني في البحر، تابعني في السفريات ديالي، هذا الشيء راه غادي يسطيني الوالد. قال لي ما تخافش، دواك عندي والحل ديال هذا المشكل عندي. داني معاه الوالد للدار ديالو، وهذاك النهار لله الحمد ما طرا والو. النهار الثاني جا عندي الوالد وقال لي اسمع ولدي، لقيت لك واحد الفقيه، هذا الفقيه هذا اللي لقيت لك كيجيو عنده الناس من العالم كامل. قلت ليه زيد؟ قال لي هذا الفقيه بزاف ديال الناس تعالجوا بسببه بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت لي واخا الوالد جيبوا لي، انا راه عييت، انا راه ساليت، انا راه مشيت عند واحد الفقيه ودويت معاه وما لقاش لي الحل. قال لي ما تخاف ما والو، غادي يكون غير خير. وفعلا الوالد جاب معاه الفقيه. وصلنا للدار ودخل الفقيه. هاد الفقيه ما ارتحيتش ليه، ما كيدخلش للخاطر، تحت عينيه كحلين، وجهه زرق، وجهه كاع محفر، خدوده خارجين، انسان ماشي عادي. كان كيدور في الدار وفي كاع القنات ديال الدار وكيهضر بشويه، والهضره ديالو كاع ما مفهومه. انا الشخصيه اللي عارف على الفقهاء انهم كيذكروا الله، كيسبحوا الله، كيستغفروا الله، كيقراوا القران بحال هكا. ولكن هذا الفقيه اللي جاب الوالد مختلف على كاع الفقهاء اللي شفتهم في حياتي كامله. سلم عليا الفقيه وبقى شاد ليا في ايدي وقال لي اش واقع لك ولدي، عاود لي كل شيء. وهو شاد ليا ايدي وكاع ما طلقها. قال لي جلس في الكرسي. فعلا داكشي اللي درت وجلس وحط يدو على جبهتي. هنا كنت كنتسنى الفقيه يبدا يقرا عليا، ولكن هذا الفقيه ما قال حتى شي كلمه كيذكر فيها الله. جلس كيتمتم بشي هضره غريبه، اللغه كتشبه الطلاسم اولا. هادشي اللي حسيت به في ديك الوقت. هضرته كامله توشويش وكلام اللي كيقولوا كاع ما مفهوم. داكشي اللي كيقول هضره غريبه. انا الصراحه ما فهمت والو. شويه هاد الفقيه قال لي تكا في الارض. سولته وقلت لي علاش؟ قال لي باش نقرا عليك. علاش انت خايف؟ قلت لي اسمح لي الله يجازيك بخير، شنو سميتك؟ قال لي معك الفقيه ابراهيم. قلت ليه ما ديرش مني قله الصواب، ولكن ملي كنت جالس في الكرسي كنتي كتقول شي هضره ما مفهوماش، واش ممكن تشرح لي اشنو كنتي كتقول؟ قال لي ما تخافش ولدي، الهضره اللي كنت كنقول غير ذكر ديال الله سبحانه وتعالى، غير الهضره كنت كنقولها بشويه وغير انت ما فهمتيش هضرتي حيت انا كنت كنقولها بالزربه. الوالد قال لي غير تكا في الارض زكريا، الفقيه راه غادي يتهلا فيك. فعلا تكيت على الارض كيما قال لي الوالد وكيما طلب مني الفقيه. الفقيه حط يدو على راسي تاني وبدا كيقرا، ولكن دابا بدا كيقرا القران. الايه اللي قراها الفقيه كنت حافظها بحال حافظ سميتي. الايه اللي قرا عليا نفس الايه اللي انا عارفها، ولكن فيها بزاف ديال الكلمات مبدلين. نفس الايات اللي انا عارفهم، ولكن هو زيد فيهم شي كلمات وناقص شي كلمات اخرين. شويه هاد الفقيه هذا قال لي نوض على سلامتك، ما عندكش شي حاجه خطيره، ما مسكون ما حتى شي حاجه. في هذاك الوقت ما قلتش لي علاش انت حرفتي القران، وراه الايه اللي قريتيها ما كانتش صحيحه. في الاول قلت ممكن سها او نسى او لا شي حاجه بحال ما هكا، حيت في الاول وفي الاخير هذا الفقيه كيبقى غير انسان، والانسان كينسى عادي. قال لي جلس، وبقى جالس في الارض وشاف في الوالد وقال ليه تعال انت جلس حداه في الارض. قال لي الفقيه نوض ولدي جيب لي مجمر، باغي نبخر الدار. مشيت للكوزينه باش نجيب ليه المجمر، ولكن ملي دخلت للكوزينه لقيت فاتين في نفس البلاصه اللي شتا فيها المره الاولى. سديت الباب بالزربه وغوت على الفقيه وقلت لي داكشي اللي عاودت لك راه كاين في الكوزينه. الفقيه بدا كيضحك وقال لي ببروده عارف كطيب ليك. هنا بقيت كنشوف فيه وتصدمت. قلت لي كيفاش عارف؟ قال لي عارف انها راه كاينه معنا في الدار وانا راني شايفه. رجعت حليت الباب ديال الكوزينه، غبرات كاع ما كاينه. دخلت جبت ليه المجمر وعطيته ليه، حط الفاخر وشعله وخرج من جيبو ميكا صغيره فيها غبره بيضه ودارها فوق الفاخر. غير حط هاد الغبره فوق الفاخر الدار كامله ولات دخان، لدرجه انه شاف واحد الشرجم محلول النار كيجري وسدوا الشرجم بالزربه وسد كاع البيبان ديال الدار وقال لنا بقاو جالسين. الريحه ديال البخور كانت قاصحه بزاف، ما كناش قادرين نتنفسوا لدرجه بديت كنكحب وحتى الوالد ديالي حتى هو بدا كيكحب. قال لنا بقاو جالسين في بلايصكم وما ديروا والو. قلت ليه راه تخنقت وبغيت غير نشرب واحد الكاس ديال الماء. قال لي ما تحركش وما تنوضش من
بلاصتك. الدار كامله عجاجه كامله دخان لدرجه انني قدامي ما بقيتش كنشوفو، نص متر وما كنشوفوش قدامي. الوالد ديالي اللي كان جالس اونفاس معايا ما بقاش كيبان ليا. شفت في الفقيه وسولته، قلت ليه واش كتسمع؟ اش كنسمع؟ شفت في الوالد حتى هو وسولته، قلت ليه واش كتسمع؟ قال لي الوالد انا ما كنسمع والو. قال لي ما تخافش ولدي، راه حتى انا كنسمع نفس الصوت، غير خليك جالس وما تحرك ما والو. شويه ما حسيتش براسي حتى طحت وغيبت. حتى شويه وهما يفيقوني، فقط شفت الفقيه وشفت الوالد كيضحك والفقيه فرحان. قلت لهم مالكم اش وقع؟ قالوا لي الجنيه اللي كانت معاك صافي غير نساها. قلت ليه كيفاش نساها؟ قال لي صافي حرقناها. قلت ليه كيفاش حرقتيها؟ قال لي قتلتها، من دابا لقدام ما غاديش تبقى تشوفها بالمره، غير تهنى. والمصيبه ان هاد الطريقه اللي دار هاد الفقيه هادي اول مره كنسمع بها في حياتي كامله. والمصيبه الكبر هو ان هاد الفقيه بداك البخور اللي دار واللي كان غادي يخنقنا كان كيجيب الجن اللي ساكنين في البلاصه، وملي ناض سد الشرجم وسد البيبان كان غير باش يحبسهم لداخل وما يخليهمش يهربوا. وملي كنت بغيب بدا كيستعمل الطلاسيم باش يحرق الجن اللي محبوسين وسط الدار. واللي كان ساكن معايا انا في هذيك الدار هي جنيه وحده، فاتين تحرقات، ماتت وغبرات من حياتي. ولكن بسبب هادشي اللي دار هاد الفقيه هذا بدات الحرب ديال بصح. قبيله كامله ديال الجن غدا تحارب معايا انا زكريا ومع عائلتي كامله. هاد الفقيه اللي عاودت لكم عليه ما كانش فقيه، كان سحار. هاد السحار كان كيقولب الناس قدامهم كيبان فقيه، ولكن في الاصل كان كيستعمل الشعوذه والسحر والطلاسم. الوالد ديالي كان غير نيه، وبسبب النيه ديال الوالد ديالي مسكين دخلنا في هاد الحرب. هذاك النهار نعست وما شفتش فاتين، وحتى داكشي اللي كان كيطرى معايا ما بقاش كيطرى. عيطت لفاتين في التليفون وقلت لها صافي راه الامور تقادات، راه حنا جبنا فقيه. والحدود ساعه ملي كنت كنهضر مع فاتين انا ما كنتش عارف باللي راه هذاك السيد ماشي فقيه. الحدود اللحظه انا راه باقا مقلوبه عليا القفه. رجعت عابي للدار والامور كانت عاديه. مشيت للخدمه وخديت كونجي. قلت هاد الايام هادي باغي نرتاح وباغي نبقى فيها مع مراتي، حيت من بعد هاد الارهاق وهاد الرعب وهاد الخلعه اللي دازت عليا بغيت نرتاح. من بعد ما دازت هاد الامور اللي عاودت لكم عليها العقل ديالي بقى مع فيصل ما خرجش ليا من بالي من نهار طرالي هذاك المشكل في الباطو. عيطت على فيصل في التليفون ما جاوبنيش، عاودت عيطت ليه ما كيجاوبش. عيطت الخدمه سولت عليه قالوا لي من اخر سفريه فيصل غبر. قلت لهم واش حتى واحد ما عنده شي اخبار عليه؟ قالوا لي لا، كاع ليكيب عيطت ليه في التليفون وحتى واحد ما جاوب، حتى حنا الخدمه عيطنا ليه وما كيجاوبش. الريسبونسابل قال لي لدرجه ان الخدمه صيفطت لي انذار بالطرد، ورغم ذلك ما تسوقش وما تجاوبش معنا. انا شكيت وقلت ضروري خاصني نمشي لدار فيصل نشوف مالو واش واقع عليه. وصلت لدار فيصل، صونيت في الباب ديال الدار، حل لي فيصل وقال لي مون كابيتان اش كدير هنا؟ قلت ليه فيصل اش واقع؟ كنعيط ليك، الدراري حتى هما كيعيطوا ليك وانت ما كتجاوبش، اش واقع ليك؟ قال لي ما كاين والو مون كابيتان، غير باقي كنحس براسي عيان ومسخسخ وعظامي تقال عليا وما قاد ندير والو. قال لي دخل بعدا للدار. دخلت للدار ولقيت الدار خاويه. قلت ليه فين هي مراتك؟ فين وليداتك؟ قال لي ملي رجعت من هذيك السفريه اللي درنا كاملين طراو لي مشاكل مع المدام وفي الاخر طلقنا. قلت لي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلت لي شوف اخويا فيصل، هاد الهضره اللي غنقول لك خاصك تخليها بيناتنا، الهضره اللي غنقول لك تبقى هنا. قلت لي هاد الهضره اللي غادي نقول لك الله يجازيك بخير ما تخرجش من دارك، راه هادشي اللي كيوقع لك اخويا فيصل راه وقع معايا حتى انا من قبل. فيصل انا كنعرفك مزيان وعارف باللي انت انسان الله يعمرها دار، وإلا بغيتي تولي بخير خاصك تمشي عند شي فقيه يدير لك الرقيه الشرعيه، وخاصك تهلا في راسك شي شويه حيت داكشي اللي فيك ماشي حاجه عاديه. فيصل في الباطو راه وقع لك كذا
وكذا وكذا وكذا، وانت لحد الان ما عارف اشنو وقع لك في ديك الوقيته. فيصل شاف فيا وقال لي انا راه انسان مسلم، وكان امن بالله ومآمن بان الجن عايشين معانا، وهذا الشيء الايمان ديالي حيت انا مسلم. ولكن هذا الشيء من وجهه النظر ديالي انا كفيصل كيبان لي غير خرافات. قلت ليه يعني انت ما بغيتش تعاون مع راسك؟ قال لي هذا الشيء اللي كنعرف. قلت لي فيصل هذا الشيء ما عندوش علاقه بانني انسان قاري، انسان واعي، انسان مثقف، انسان ما كيامنش بخرافات وان هذا الشيء ما كاينش. فيصل هذا الشيء راه طرا معايا انا، وهذا الشيء طرا حتى مع عائلتي ملي كنت صغير، وبفضل الله ثم بفضل الرقيه الشرعيه الحمد لله كاملين مداوينا. اعتق راسك فيصل وما تدمرش حياتك غير حيت انت انسان عكسي وما كتامنش بالجن. قال لي هذا الشيء اللي كنعرف. صراحه فيصل راه راجل بعقله، انا ما نقدرش نبزز عليه شي حاجه، هو ما بغاش خليته على خاطره ورجعت لداري. غير جات للدار تلاقيت مع عبير كانت جالسه في الصالون كتفرج في التلفازه. حطيت التليفون والسوارت فوق الطابله ودخلت للطواليت عزكم الله. ملي خرجت من الطواليت عزكم الله لقيت عبير مرتي هازه ليا التليفون وكتقلب فيه، وهذا الشيء اول مره كنشوف عبير كديرو. ما عمرني شهادرته من قبل. شفت فيها وقلت لها من امتى ما كتثقيش فيا؟ قالت لي عادي التليفون ديال راجلي نقلب لك تليفونك تقلب لي تليفوني عادي، ولا عندك شي حاجه مخبيها؟ قلت لها التليفون راه عندك، شفتي انت شي حاجه انا مخبيها عليك؟ قالت لي غير كنضحك معاك، اصلا ما كنتش كنقلب في التليفون، كنت غير كنشوف التصاور ديالك ملي كتكون في البحر. ملي شديت التليفون ديالي وشفتها اش من بلاصه اخرى كانت داخله ليها، لقيتها كانت داخله الميساجات والواتساب. هنا عرفت باللي عبير شاكه في شي حاجه. انا ما بغيتش نكبر الموضوع ونوض معاها صداع، خليت الامور عاديه وقلت هانيه ومشيت لبلاصتي. دخلت للبيت باش ننعس شويه، احتاجت عندي عبير وقالت لي ما غاديش تقول لي الحقيقه؟ قلت لها اش من الحقيقه غادي نقول لك، انا مالي فاش كذب عليك. قالت لي عادي الا كنتي كتعرف شي وحده قبل ما تزوج بيا وكنتي ناوي تزوج بيها عادي تقدر تردني لدار با وتمشي تحقق الحلم ديالك مع حب قلبك. حب قلبي؟ شكون حب قلبي؟ قلت لي هذيك اللي ملي كتكون ناعس كتبقى تقول سميتها، وماشي مره وماشي جوج وماشي ثلاثه، وكتقول نفس الاسم، وهذا دليل على انك انت كتعرف شي وحده من غيري. قالت لي الله يعاونك مع سعيده الحظ فاتن. انا هنا تصدمت، انا امتى قلت فاتن قدامها؟ حتى انا ما بقيتش كنحلم بفاتن، امتى قلت فاتن وانا ناعس؟ قالت لي مهم انا راساكي وحوايجي منقادين نوضيني لضربه بنت الناس، الله يهديك بنت الناس. قلت لي صافي يا زكريا صافي، هذا الحد بيني وبينك، انت انسان كنتي عزيز عليا بزاف ولكن غدرتيني بلا ما تكذب وتزيد طيح من عيني. صافي انت من طريق وانا من طريق واحده اخرى، ما خلاتنيش حتى نهضر ونشرح ليها. فعلا ديتها لدار والديها. والحاجه اللي نتوما ما كنتوش عارفين، عبير كانت حامله. صافي تحرمت من عبير اللي حامله باول فرحه ليا في حياتي. رجعت لدارنا، دار الوالد، ماشي الدار اللي ساكن فيها. صافي ديك الدار قررت انني ما عمرني نبقى نمشي ليها في حياتي كامله، حيت ما بقيتش قادر نجلس فيها من كثر داك الشيء اللي طرا ليا تما واللي حسيت به عقدني وعدفتها. رجعت للدار اللي ساكن فيها الوالد والوالده وخويا هشام، حيت اسماء اختي تزوجات. دازت 6 شهور من المشكله اللي طرات بيني وبين عبير، وفي هذه المده اللي دازت عبير ما بغاش تلاقى معايا بالمره، ولا حتى تجاوبني في التليفون ملي كنت كنعيط ليها. فيما كنت كنمشي لدارهم باش نشوفها ونهضر معاها ونطيب بخاطرها كانت كتجري عليا وما كتبغيش تلاقى معايا. حتى ملي تلاقيت مع الحاج باها وشرحت ليه الموضوع بكامل التفاصيل ديالو من الاول حتى الاخر، الحاج ما تاقش بيا. الوحيدين في هذا العالم اللي تاقوا بكلامي وتاقوا بهضرتي هما الوالد والوالده وخوتي، حيت هما اللي عاشوا معايا المعاناة اللي عشتها أنا. رجعت للخدمة ديالي وللروتين ديالي، كنسافر وكنرجع، كنحس بفراغ كبير في حياتي. هذا الفراغ بسبب الوحدة اللي وليت كنعيش فيها. أنا اليوم جالس كنخلص في الضريبة ديال لحظة الطيش ملي كنت صغير،
حيت ما كنتش عارف انني غادي نوصل لهاد المرحله من حياتي. كل نهار كنت كنفكر كيفاش انا حبيت جنيه، كيفاش انا جاتني الشجاعه وتزوجت بجنيه. غادي نقول لكم واحد الحاجه محال تيقوها. كنت كنعس وكنتمنى تجي عندي فاتين، وليت كنفكر بزاف فاتين. بصح انا كنبغي عبير وباغي نرد عبير للدار، ولكن هاد الاحاسيس اللي كنحس بها ماشي بيديا. فاتين ملي كنت كنحلم بها كانت كديني معاها لبلايص بعاد وزوينين. كاع اللحظات اللي عشتها مع فاتين وحلمت بها مع فاتين مستحيل نقدر ننساها حياتي كامله. ولكن فاتين ما بقاش كتجي عندي، فاتين ما بقاش كتزورني في الحلم ولا حتى تأذيني في حياتي، رغم أنني توحشت حتى ديك الأذية ديالها وهذاك الجمال ديالها. فينك فاتين؟ فاتين توحشتك. واحد النهار كنت خارج مع الدار حتى بان ليا واحد السيد غريب في الشكل ديالو. هذا السيد كيبان على أنه بحال شي مسطي، لابس حوايج مدربلين ومقطعين ووجهه مسخ وشعره كبير وكاع ما مشوط. هذا السيد كان كيريح قدام الدار ديالنا. هذا السيد كان وجهه مهوبش والشوفات ديالو مركزين غير معايا. انا اول مره شفتو بقى كيشوف فيا، ما حيدش عيني عليا. تعجبت وتخلعت شي شويه. في ديك الوقيته عيطت لخويا هشام، قلت ليه هشام كاين واحد السيد قدام باب دار ديالنا، واش هذاك السيد مسطي؟ قال لي يا هشام لا ما عمرني شفت شي واحد قدام الباب ديال الدار ديالنا بهذا الشكل اللي انت عاودتي لي عليه. قلت لي حيت انا ملي كنخرج من الدار كنشوف واحد السيد الشكل ديالو غريب ووجهه غرب وداك الشيء علاش سولتك. هشام جاوبني وقال لي يقدر يكون شي واحد مسطي ولا طلاب ولا شي حاجه بحال ما هكا، ما تبرزط راسك يا صاحبي. قلت ليه صافي واخ. المهم مشيت الخدمه، قضيت الامور ديالي وانا راجع للدار نفس الراجل باقي جالس في نفس البلاصه اللي خليته فيها الصباح، ما تحركش من البلاصه ملي خرجت من الدار من الصباح. انا ملي مشيت للخدمه ورجعت للدار راه دازت شي 10 ديال السوايع تقريبا. راه ملي شفتو فاش رجعت من الخدمه كان تقريبا شي 11 ديال الليل. مشيت لعنده وسلمت عليه ولكن ما جاوبنيش وما ردش عليا السلام، بقى غير كيشوف فيا، ما حيدش عيني عليا كاع. شفت فيه وقلت ليه كليتي؟ قال لي لا، ولكن ما جاوبنيش بالهضره، غير حرك راسه وصافي. قلت ليه واخا اجي معايا نشري لك شي حاجه تاكلها. فعلا ركبته معايا في الطوموبيل وديماريت. بديت غادي كنقلب على شي سناك، فعلا لقيت واحد السناك حال، خديت ليه شويه ديال الماكله. شفت فيه وقلت ليه شنو سميتك؟ بدا كيشوف فيا وما جاوبنيش لدرجه انني نويت منه. قلت ليه فين هي عائلتك؟ فين ساكن؟ شنو كدير في الحياه؟ واخا كنسولو السيد ما كيجاوبنيش. المهم وصلت للدار قلت ليه صافي تقدر تهبط دابا وتمشي تاكل. حتى صدمني وقال لي ما غاديش نهبط. ملي هضر معايا تخلعت حيت النبره ديال الصوت ديالو كانت غريبه بزاف. قلت لي واخا اللي بغيتي، غير قول لي شنو سميتك؟ قال لي انا سميتي سالم. قلت لي واخا سالم فين بغيتيني نوصلك؟ قال لي انا داري بعيده من هنايا. قلت ليه وانت علاش جايت لهنايا؟ شويه حتى الدموع بداو كيدوزوا ليه وبدا كيبكي. بديت كنواسي فيه وقلت ليه تهدن سالم، انا معاك وغادي نعاونك، غير تهدن وارتاح وما تخافش. قلت ليه انت فين ساكن؟ جاوبني وقال لي سميت الحي اللي ساكن فيه، ولكن الغريب اللي تعجبت ليه ان سميت الحي اللي عطاني خاوي ما كيسكن فيه حتى شي واحد كاع. شفت فيه وقلت ليه سالم الحي اللي قلتي لي عليه راه غير خلا، حتى واحد ما كيسكن تما واصلا ما فيه حتى الديور. قال لي انا تما كنسكن، تما كاينه داري. قلت مع راسي ممكن حيت انا ديما مسافر وبالشهور وخارج ديما للبحر، يمكن يكونوا تبناو تما شي باطيمات ولا شي اقامات سكنيه وانا ما في خباريش. قلت لي صافي واخا غير تهنى، انا غادي نوصلك حتى لدارك بالضبط. ديماري الطوموبيل وتحركت وبديت غادي للحي اللي قال لي عليه سالم.
ولكن هاد الحي راه بعيد عليا تقريبا بشي 30 كيلومتر. كاينه الطريق تقريبا شي نص ساعه ديال الطريق باش نوصلوا للدار ديال سالم. بديت غادي وسالم جالس ما تحرك، ما حرك فمه، ما قال لي حتى شي كلمه. سولته قلت ليه سالم شنو كنيتك؟ واش انت مريض؟ واش خاصك شي دواء؟ كاع الاسئله اللي كنسولو بحال كنكب الماء في الرمله. ملي وصلنا لنص الطريق سالم بدا كيشوف فيا، ولكن هاد المره عينيه كانوا حمرين بزاف، مركز معايا حتى وصلنا للبلاصه اللي قال لي سالم راني ساكن فيها. شفت فيه وقلت ليه سالم راه وصلنا، فين غادي نحطك؟ قال لي زيد شويه لقدام. وفعلا زدت شويه لقدام حتى وصلنا لحدا واحد ديبو. هاد الديبو هذا باين انه قديم ومهجور والحيوطه ديالو ريبين ومهرسين. وقفت الطوموبيل وبديت كنشوف فيه. قلتي لي هنا ساكن ياك سالم؟ حل الباب ديال الطوموبيل ونزل من الطوموبيل بلا ما يجاوبني ودخل هذاك الديبو. وهنا تخلعت وتوسوس، وفي نفس الوقت قلت هذا وقيله مسطي. لا السيد هذا مسطي وقيله. قلت الا خليته هنا يقدر يطرى لي شي حاجه ويقتلوا شي حد وما يشوفوا حتى شي واحد. ومع راسي بديت كنقول كيفاش انا وصلت واحد مسطي لهاد البلاصه هذا، كيفاش انا تيقته. انا كنت باغي نتعاون معاه، نجيب ليه ما ياكل وما يشرب ونطلع لداري. انا جابني حتى لهنا. وفي نفس الوقت قلت هاد السيد الا طرات ليه شي حاجه في هاد البلاصه هذا انا غادي يشدوني البوليس، حيتاش اخر واحد شافوه معاه الناس هو انايا. بزاف ديال الافكار بدات كتدخل ليا لراسي وبزاف ديال الاسئله كتدور ليا في راسي، ما لقيت ليها حتى شي جواب. سكت الطوموبيل وحليت الباب وهبطت وبديت غادي للديبو اللي دخل ليه سالم. وبديت كنعيط بالجهد، سالم سالم واش كتسمعني يا سالم؟ حتى واحد ما كيجاوب. دخلت للديبو كنقلب عليه، الديبو من الداخل خاوي فيه غير الزبل حاشاكم. الريحه كانت خانزه ديال بصح، ما قدرتش نتحمل هذيك الريحه، ولكن بقيت كنعيط عليه، سالم 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 واش كتسمعني؟ والمصيبه ان الديبو خاوي يعني كامل محلول، ما فيه لا بيوت لا والو وما فيه شي بلاصه مسدوده، بما معناه ان الديبو ملي كتشوف فيه كاع الزاويه كيبانوا ليك. درت الدوره كامله على الديبو ما كاين حتى شي حد. بديت كنقلب واش كاين شي باب اخر يكون خرج منه سالم اولا شي حفره في الحيط يكون داز منها ولا والو، ما كاين حتى شي حاجه. هادشي غريب، فين مشى هذا؟ فين غبر؟ المهم رجعت وطلعت للطوموبيل وبديت راجع للدار. ملي رجعت للدار بقيت كنفكر غير في سالم، اش اللي غادي يكون وقع ليه. حتى نعست ديك النهار. فقت من النعاس على مشكله كبيره بزاف، مشكله بين الوالد وخويا هشام. وهذا الشيء اللي كنعاود لكم عليه ما عمرو طرا في دارنا بالمره. هشام انسان ظريف اللي عمره دار، مؤدب، متخلق، داخل سوق راسو، ماشي ديال المشاكل كاع. هشام خرج من الدار وقرر انه ما عمرو يبقى يرجع للدار وبشي يكري ويسكن بوحدو. مشيت لعند هشام كنحاول نقنعو باش انه يرجع للدار، والو ما بغاش. اللي في راسو جلست حتى مع الوالد ديالي باش نبردو ونطيب لي خاطرو، حتى الوالد ديالي ما بغاش. داكشي غريب، حوايج ولات كطرا في دارنا ما عمرني شفتها وما عمرها طرات من قبل. هادشي اول مره كنشوفو في عائلتنا. حتى الوالده كانت مقلقه بزاف من هاد المشاكل اللي ولات كطرا. المهم عابر ولدات وكاع ما قالتها ليا، قالوها ليا غير الناس اللي كنعرف وكيعرفوا عائلتها. من كثره الحسره اللي كانت شاداني مشيت نشوف ولدي. مشيت لعندها بحال شي مسطي. من حقها تخاصم معايا ماشي مشكل، ولكن باش تمنع عليا انني نشوف ولدي لا ما يمكنش. واصلا المشكل اللي طرا بيني وبين عابر انا ما عندي فيه حتى شي دخل. مشيت تلاقيت معها وشفت ولدي الاول مره، وهي غير شافتني بدات كتغوت عليا وكتقول لي بغيت براتي طلقني. انا ما بقيتش باغاك، واخا تكون الهضره اللي قلتي بالصح وتكون انت مظلوم، انا بغيتك تطلقني، انا ما بقيتش باغاك. قلت لها واخا ما يكون غير خاطرك عابر، غير تهدني. خليتها ومشيت وقلت مع راسي السيده باقا مريضه ويلاه والده، خليتها تدوز فتره ديال الولاده يكون خير ان شاء الله. ديك الساعه نهضر معاها ونتفاهموا. ولكن عابر كانت واخده قرار ديالها وما باغاش تنازل. قلت لها صافي بغيتي تطلقي
خلي معك ولدي حتى يسالي الرضاعه ديالو وتفطميه وناخذو وربيه. قالت لي دبر راسك خذو حتى من دابا، انا المهم عندي هو طلقني، انا ما بقيتش باغاك. قلت لها صافي ما كاين حتى شي مشكل، بغيتي تطلقي انا غنطلقك. من بعد هاد المعامله اللي تعاملت معايا بها عبير واللي كتشبه الزبل حاشاكم، هنا انا وليت كنكره عبير، واخا عارف انني انا هو السبب. صون لي التليفون وجبت التليفون من جيبي وكنجاوب، لقيت الوالده ديالي كتبكي بجهد وكتغوت. قلت لها مالك اش وقع الوالده؟ قالت لي زكريا جي عندي دابا. قلت لها غير قولي شنو واقع. قالت لي جي دابا تحضر عندي دابا. مشيت اخوتي للدار لقيت الوالد ضرب الوالده وتعدى عليها. تصدمت، مستحيل، ما يمكنش. هادشي اللي كيطرى معنا اخوتي اول مره كنشوفو. ولقيت حتى الوالد ديالي جالس كينظم في راسو وما عارفش هو براسو كيفاش تضربها، ولكن ماشي ضربها، راه تعدى عليها ديال بصح. ولكن هادشي اللي طرا، وبسبب هادشي اللي طرا الوالد والوالده تفارقوا، ماشي يطلقوا، ولكن كل واحد ولا ساكن في دار. بديت كنسول في راسي اش هادشي كيطرا، اش هاد الروينه وليت عايش فيها. وليت كنقول مع راسي انا راه فيها شي لعنه، واللي قرب مني ولا اللي قريب مني كتشد فيه هاد اللعنه. الوالد، الوالده، هشام، فيصل من قبل داز تقريبا عام كامل. الوليد ديالي انا ولا عنده عام. بصراحه كنت كنمشي كنشوفو غير في المناسبات والاعياد، كنت كنشري ليه كاع داكشي اللي كان كيحتاج. وهنا جات لحظه المحاسبه ديالي، جات لحظه محاكمتي من طرف الجن، جات لحظه محاكمتي من طرف الجن. عقل ديك النهار كنت جالس انا والوالد ديالي كنتفرجوا في التلفازه، لحظه ما فهمت والو حتى لقيت راسي في واحد العالم واحد اخر، فوق واحد الجبل عالي بزاف، والبلاصه اللي حنا فيها ما كتشبهش اصلا الدوله اللي انا كنسكن فيها. حتى خرج واحد السيد، هذا السيد كان كبير بزاف في العمر وعنده لحيه كبيره شويه. خرج واحد اخر من حداه، وواحد شويه حتى كيبان لي واحد السيد اخر حتى هو خرج من العدم. البلاصه اللي كنت فيها كانت خاويه، بمعنى غير الخلا اللي كتشوف قدامك، غير الصخر والحجر، داكشي ديال الجبل. كنا واقفين احنا 6 ديال الناس، كانوا كاملين كبار في العمر، وشكلهم ما كيطمنش، شكلهم كان كيخلع. والمصيبه انه كانوا واحد 3 اخرين على اليسار ديالي، والمصيبه ال3 اللي كانوا على اليسار ديالي كان منهم سالم المسطي اللي سبق وعاودت لكم عليه. انا هنا ما فهمت والو، غير ساكت وكنشوف، ما قلت حتى شي كلمه، ولا بشكل صحيح ما قاتش كاع نهضر من كثره الخلعه. حتى واحد شويه ويهضر اكبر واحد فيهم وقال لي زكريا انت عارف اش درتي؟ قلت ليه ما درت والو. اش درت؟ انا اصلا ما عارفش كيفاش جيت لهنا، كيفاش حتى وصلت لهنا، وانتم شكون؟ قال لي انت كاين في محكمه الجن، و3 اللي كاينين على اليمين ديالي على اليسار ديالك انت داعينك، انا هو القاضي وانا اللي غادي نسير هاد المحاكمه. ما فهمت والو، بديت كنقول مع راسي اش من محاكمه وديال اش هاد المحاكمه، اشنو درت انا وشكون هادو اصلا؟ فيقني القاضي من السرحه اللي كنت سارح وقال لي هاد 3 كيقولوا انك قتلتي بنتهم. قلت ليه بنتهم؟ شكون بنتهم؟ قال لي بنتهم اللي بغاتك وحباتك وخلات العالم ديالها كامل والقبيله ديالها كامله والعشيره ديالها كامله غير باش تبقى معاك، وفي الاخر انت قتلتيها، ولا بشكل صحيح انت حرقتيها. زكريا هذيك الوقيته تفكرت هذاك السحار اللي كان طالق هذاك البخور، هذاك السحار الخبيث اللي ضرني اكثر ما عاونني. قلت ليه ماشي انا اللي حرقتها، قسما بالله ما انا اللي حرقتها. قال لي عارفين، ولكن انت هو السبب، واللي انت ما كنتيش عارفه ان هاد القبيله ديال هاد البنت اللي حرقتي كانت شحال هادي معاكم ساكنه،
في داركم القديمه وكانوا حاضينكم وكانوا كيحميوكم من بزاف ديال الحوايج كانت غادا طرا لكم. وحتى ملي نتوما قررتوا باش تخرجوهم وتبعدوهم منكم بعدوا منكم وما ضروكمش، ولكن انت زكريا ضريتيهم، انت حرمتيهم من بنتهم. عرفتوا اخوتي الخلعه والرعب اللي كان فيا ما نقدرش نوصفه لكم، او بشكل صحيح محال تثيقوا باللي هاد الشيء طرا ليا فعلا، ولكن غادي تاكدوا باللي طرا ليا ملي غادي ينطق القاضي وينفذ الحكم اللي حكم عليا به في محكمه الجن. قالوا لي باللي كيف ما انت خديتي من عائله فاتين اغلى ما كتملك، غادي ناخذوا منك احسن واغلى واجمل حاجه في حياتك. ولدي فديك الساعه اخوتي شدتني هستيريا وبقيت كنقول لا فاتين لا فاتين لا فاتين، وكنغوت بجهدي كامل. فديك اللحظه حليت عينيا ولقيت الوالد ديالي حدايا كيقول لي مالك اش وقع بك، انت مع من بقيت كتهضر، شكون فاتين، شكون القاضي؟ فديك الوقت اللي كنت كنتحاكم مع محكمه الجن الوالد كان حدايا كان كيسمع اش كنت كنقول ملي كنت كنتحاكم. ملي حليت عينيا في المره الاولى قلت واقيلا هادشي كان غير حلم، ولكن ملي الوالد سمع كل شيء عرفت انه ماشي حلم ولكن حقيقه. بسبب لحظه طيش في صغري سلمت فيها راسي للشيطان، خلصت اغلى ضريبه في حياتي، خسرت مرتي، خسرت عائلتي، خسرت خدمتي، وفي الاخر خسرت حتى ولدي اللي كان كيلعب بحال كاع الدراري ديال العالم كامل، كيلعب باللعاب ديالو، حتى غوت واحد الغوته بالجهد بحال شاف شي حاجه ما كانش خاصو يشوفها، ومن وراها ولدي ولا عمى ولا ما كيشوفش. انا زكريا وهذه هي قصتي مع محكمه الجن، بغيتك تقولها للناس خويا هشام. كانت هذه هي قصه زكريا مع عالم الجن. انا اخوتي بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا من اعماق القلب، شكرا على السيبور اللي كتقدموه ليا والدعم اللا مشروط اللي كتقدموه ليا، وبغيت نشكركم حتى على التعليقات الزوينه ديالكم. وفي الختام بغيت نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تحياتي لكم، تهلاو.